السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال أولى ثانوي، أهلا بكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنراجع مقرر شهر إبريل لامتحان الهندسة اللي داخل معانا في الهندسة في مقرر شهر إبريل بإذن الله. الوحدة التانية كلها اللي هو من أول درس تقسيم القطعة المستقيمة لحد طول العمود المرسوم من نقطة إلى مستقيم، اللي هو يعتبر آخر درس عندك في منهج الهندسة. ركز معايا يا باشمهندس، ركز معايا يا دكتور. باذن الله النهارده الفيديو ده هيكون مجمع لك كل الافكار اللي موجوده في الوحده الثانيه اللي ممكن تجي لك في الامتحان بتاع شهر ابريل. طب الحصه هتمشي ازاي عشان تبقى فاهم برضو الدنيا ماشيه معاك ازاي؟ اول حاجه كده مطلوب منك تبقى معاك قلم وكشكول وكوبايه كوفي ميكس، قهوه، ايا كان اللي بتشربه ايه، فوق دماغك وتبقى مركز معايا في كل دقيقه في الحصه من اول الحصه لحد اخر الحصه. هنعمل ايه بقى في الحصه ديت؟ قال لك الحصه دي هتبقى كومبو ازاي يعني هنشرح حل الاسئله، يعني هنشرح ونحل في نفس الوقت. ده انا ليه عملته كده؟ عشان تبقى رابط المعلومات بالسؤال على طول. طيب احنا هنحل كام سؤال؟ 35 سؤال. مع 35 سؤال ب 35 فكره هنشرحهم مش هنحلهم. تمام؟ باذن الله الفيديو ده او المراجعه دي لن يخرج عنها الامتحان باذن الله وان شاء الله. فركز معايا كده في كل التفاصيل بتاعتنا. حبايب قلب مستر امين، يلا بينا يا صديقي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله نبدا. نخش على اول سؤال كده، بيقول لي قياس الزاويه بين المستقيمين دول. قال لك بيساوي ايه؟ طبعا يا جماعه تعالى نراجع مع بعضينا كده. معادله المستقيم، معادله الخط المستقيم، عندنا كام معادله؟ عندنا 3 معادلات. بس قبل ما نقول ال3 معادلات، انت حضرتك عشان تكون معادله الخط المستقيم بتحتاج حاجتين: نقطه وميل. نقطة وإيه يا شباب؟ وميل، بس كده. طيب أنا دلوقتي معايا كام صورة لمعادلة المستقيم؟ عندي 3 صور. أول صورة اسمها الصورة المتجهة. الصورة الإيه يا شباب؟ المتجهة. عايزك تحفظها لي. الصورة المتجهة عبارة عن إيه؟ ر بيساوي أ زائد ك ه. ر بيساوي أ زائد ك ه. في ناس بتكتبها بتقول لك ر بتساوي ق زائد ك ي. المهم تبقى فاهم يعني ايه اصلا الكلام ده. ر بتساوي ق زائد ك ي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ق دي النقطه، ي ده هو متجه الاتجاه، اللي هو متجه يعني، وهقول لك ده معناه ايه دلوقتي. طيب تاني حاجه عندي حاجه اسمها المعادلتان الوسيطيتان. المعادلتان الوسيطيتان، وساعات بنسميها البارامتريتان. تحفظ لي الاسمين يا صديقي، البارامتريتان. طيب المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان بنجيبهم ازاي؟ هنشوف دلوقتي، بس بيبقى شكلها كده: س بتساوي س النقطة زائد الكاف في س المتجه. فانا بقولها كده: س بتساوي س زائد السين في الكاف، وصاد بتساوي صاد زائد صاد في الكاف، او ايه الصاد في الكاف. طيب هنشوف الكلام ده ازاي. تالت معادلة اسمها الصورة العامة. الصورة العامة او الكارتيزية. الصورة العامة أو بنقول عليها الكارتيزية. طيب طب مستر دي شكلها عامل ازاي؟ قال لك دي المعادلة اللي احنا واخدينها أصلا قبل كده، كانت عبارة عن صاد ناقص صاد النقطة على س ناقص س النقطة. كل ده يا صديقي بيساوي الميل. مثال كده بسيط جدا: لو أنا معايا مثلا نقطة عبارة عن 1 و2، ومعايا الميل مثلا عبارة عن 5/6. طيب انا اول حاجه عايز اكون الصوره المتجهه. اكونها ازاي؟ قال لك الصوره المتجهه عباره عن ر بتساوي ق اللي هي النقطه اللي هي عباره عن 1 و2، طيب، زائد ك ي. اليه ده متجه اتجاه عباره عن س وصاد. ازاي بجيب متجه الاتجاه؟ قال لك عن طريق الميل. عن طريق الايه؟ الميل. قال لك متجه الاتجاه عباره عن ايه بقى؟ الصاد على السين. الصاد على السين. الميل لما اجيبه من متجه الاتجاه بقسم الصاد على السين. فمعنى اللي هو مديني الميل 5/6، يعني ده معناه الصاد على السين، يعني الصاد ب5 والسين ب6. ده كده ليه اللي هو متجه الايه؟ الاتجاه يا صديقي. فبالتالي انا هحط هنا متجه الاتجاه كده، انا كونت الصوره المتجهه. طيب لو انا عايز اكون المعادلتان الوسيطيتان، لسه قايلين بنقول ان الصوره المتجهه، المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان بجيبهم من الصورة المتجهة. فبقول السين بتساوي السين زائد السين في الكاف. 6 في كاف بكام يا جماعة؟ ب6 كاف. ركز. لو عايز الصاد فراح اقول له الصاد هتساوي الصاد
زائد الصاد في الكاف. 5 في كاف بايه يا جماعه؟ ب5 كاف. حلو قوي الكلام ده. تالت صوره اسمها الصوره العامه او الكارتيزيه. طيب بجيبها ازاي؟ قال لك عن طريق اللي انت بتعمل حاجه جامده قوي، بتقول صاد ناقص صاد النقطه اللي هي معايا باتنين، او تطلع للنقطه فوق برضو اللي هي باتنين، على س ناقص س النقطه اللي هي بواحد. كل ده بيساوي الميل يا صديقي. الميل كام؟ 5/6 بس. وتظبط شكل المعادله وتعمل مقصات وهكذا. كده احنا راجعنا معادله المستقيم على السريع كده عشان نبتدي ايه نحل، تبقى الدنيا رايقه معانا. طيب احنا ممكن نعمل حركه جامده قوي. نعمل بس كده، اصبر رياض، نعمل كده عشان ايه الPDF ده ينزل لك ان شاء الله في التليجرام. ونعمل كده عشان يبقى معاك كل حاجه، ما نكونش ضيعنا الكلام اللي احنا كتبناه. ركز بقى معايا، نخش على السؤال ده. انا عايز الزاويه بين مستقيمين. ازاي بجيب الزاويه بين مستقيمين؟ قال لك عن طريق قانون بيقول لك ظ ه بتساوي قيمه مطلقه شرطه كسر. حلو. ميل الاول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الاول في ميل التاني. ده كده يا جماعه الزاويه بين مستقيمين. طيب يبقى شرط مقياس شرطة كسر أو قيمة مطلقة شرطة كسر ميل الأول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. فعشان أجيب الزاوية بين مستقيمين لازم يبقى معايا الميل بتاع المستقيم الأول والميل برضو بتاع المستقيم التاني. حلو أوي الكلام ده. لو ركزت معايا كده هتلاقي دي كده إن دي معادلة مستقيم الصورة المتجهة. كنا بنقول ق زائد ك ي. حلو. يعني اليه ده هو عبارة عن متجه الاتجاه بتاع المستقيم الأول. طب ما انا لو معايا اليه بتاع المستقيم الاول اعرف اجيب الميل بتاع المستقيم الاول ازاي؟ عن طريق ص على الس. لسه قايلين ص على الس يبقى 1/2. حلو قوي الكلام ده. طيب المعادله الثانيه لو ركزت معايا فيها هتلاقي صوره عامه او صوره كارتيزيه بعد ما ظبطت شكلها. لو معاك معادله بالمنظر ده وعايز تجيب الميل بتاعها، القانون ده خدناه في ثالثه اعدادي. كان بيقول لك ايه؟ الميل عباره عن سالب معامل س على معامل ص. فالميل عباره عن ايه؟ سالب معامل السين يعني الرقم اللي جنب السين اللي هو 2 قشطه، على معامل الصاد يعني الرقم اللي جنب الصاد اللي هو مفيش يعني 1. فبالتالي ميل 2 عباره عن سالب 2 على الواحد يعني بسالب 2 بس. حلو قوي الكلام ده. طب انا عايز اجيب ايه؟ الزاويه. خلاص اروح اقول له ظ ه بتساوي قيمة مطلقة شرطة كسر. يلا ميل الأول عبارة عن نص. حلو. ناقص ميل التاني عبارة عن سالب 2. تمام. على 1 زائد ميل الأول اللي هو نص في ميل التاني اللي هو سالب 2. الله ينور عليك يا صديقي. أنا بقى على طول لو عايز الزاوية اضغط شيفت. فأنا المفروض أعمل شيفت تان الحاجات دي كلها عشان يطلع لي الزاوية ه اللي هي الزاوية بين المستقيمين يا صديقي. فهنجيب الآلة بتاعتنا كده. طيب ازاي اعمل بقى القيمه المطلقه دي على الاله عشان ننجز حلنا على طول؟ مش انت لو عايز الزاويه اضغط شيفت؟ ايوه يبقى شيفت تان، يبقى اقول له شيفت تان واكتب بقى الحبشتكنات دي كلها جوه القوس بتاع التان ده. فاقفل القوس عشان ما انساش وابتدي اشتغل بقى. ازاي اعمل قيمه مطلقه؟ قال لك عن طريق شيفت اتش واي بي. شيفت اتش واي بي يعمل لك القيمه المطلقه. ماشي. اعمل شرطه كسر، اقول له نص نص بعد كده ناقص 2. حلو. على 1 زائد النص اللي هو 1/2. حلو الكلام. كل ده مضروب في ايه يا جماعه؟ في سالب 2. واقول له الكلام ده بيساوي ايه؟ قال لي ايرور. ايرور. عارف بقى اول لما تعمل الكلام ده على الاله شيفت تان الرقم ويطلع لك ايرور، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الزاويه 90. اول لما تلاقي قيمه الظا بايرور غير معرف يبقى الزاويه دي 90. اقنعك وانا جاي اقنعك. اعمل كده تان 90 يعني ظا 90 هيطلع لك ايرور برضو. فبالتالي اول لما الكلام ده يطلع لك على الاله ايرور يبقى الزاويه دي بكام يا صديقي؟ ب 90. وده كده كان اجابه السؤال رقم 1. فهمناه وراجعنا عليه على معادله المستقيم وبعد كده الزاويه بين مستقيمين وعرفنا نحله ان شاء الله. طيب الحصه كلها تمشي بالمبدا ده. فعايزك تركيز، يعني تبقى مركز بتركيز عالي جدا لان الموضوع مش مستحمل. 35 سؤال يخلصوا انت راجعت على الوحده الثانيه كلها يا صديقي. يلا بينا عشان ما نضيعش وقت. بيقول لك المستقيم اللي معادلته بالمنظر ده يمر بالنقطه ايه؟ احنا اتفقنا ان دي الصوره المتجهه. فالصوره المتجهه عباره عن ر بتساوي ق اللي هي النقطه زائد ك ي. حلو قوي الكلام ده. القاف اللي هي النقطه واليه ده اللي هو متجه الاتجاه. حلو الكلام. طيب انا عايز اعرف المستقيم ده بيمر باي نقطه. فبالتالي انا هشوف اول نقطه دي اللي هي سالب 1 و3. فالمستقيم بيمر بالنقطه دي. خلي بالك المستقيم يمر بعدد لا نهائي من النقط يا صديقي. فبالتالي هل السالب 1 و3 موجود في الاختيارات؟ لا. فبالتالي لو عايز اعرف نقطه تانية تنتمي للمستقيم لازم اجيب الصوره العامه.
اللي هي الكارتيزيه. يبقى حطها في دماغك بقى عشان تجيب نقطة تنتمي للمستقيم، وانت النقطة دي مش معاك في الاختيارات، فهتروح تجيب الصورة العامة. الصورة العامة كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن صاد ناقص صاد النقطة. صاد النقطة بكام يا صديقي؟ ب3 على س ناقص س النقطة. س النقطة بكام يا صديقي؟ -1، وسالب سالب يبقى موجب. كل ده بيساوي الميل. طب انا معيش الميل، يلا انت معاك اليه، والميل عبارة عن صاد على الس، يعني 4 على الاتنين. صاد على السين بتاعت الايه؟ 4 على 2 اللي هي بكام يعني؟ ب2. طيب هي دي الصوره العامه. فكل اللي حضرتك تعمله هتمسك الصوره العامه دي وهتقعد تجرب. فتجرب مثلا النقطه الاولى دي، النقطه دي عباره عن س وايه؟ س وصاد. حلو الكلام. فانا هجرب مره الصاد ب4 ومره السين ب2. لو هجرب هنا هعوض هنا، لو طلع معايا ب2 يبقى النقطه دي تنتمي للمستقيم. تاني ركز معايا. انت هتجرب النقطه دي عباره عن ايه؟ س وصاد. طيب هجرب في الجنب ده، لو طلع الرقم اللي هو ب2 يعني، يبقى اذا النقطه دي تنتمي للمستقيم. تعالى كده نجرب اول نقطه. طيب انا معايا الس ب2 والصاد ب4. الصاد ب4 صح؟ ايوه. يبقى 4 ناقص 3 بكام؟ ب1. الس ب2، 2 زائد 1 كام؟ 3. يعني الجنب ده طلع بتلت، لا انا عايزه يطلع ب2، فالكلام ده غلط. فبالتالي اول نقطه دي ما تنتميش للمستقيم. طب تعالى نجرب النقطه 1 و5. الاول س والتاني صاد. حلو. فاقول له الصاد ب5 والسين ب1. طيب زي الفل. فاروح اقول له الصاد ب5، 5 ناقص 3 ب2. طيب على السين اللي هي ب1، 1 زائد 1 ب2. طب 2 على الاتنين فيها كام؟ الواحد. انا عايزه يطلع 2 مش 1، يبقى برضو النقطه دي لا تنتمي للمستقيم. اتمنى تكون فهمتني يا صديقي. طيب تعال نخش كده على النقطه الثالثه. الاول س والتاني صاد. زي الفل. اروح اعمل شرطه كسر. طيب الصاد بكام؟ -1. فاروح اقول له الصاد اللي هي -1 ناقص التلاتة على السين اللي هي -3 زائد الواحد. حلو قوي الكلام ده. ركز معايا بقى كده يا صديقي. -1 -3 يبقى -4. كلام جميل. -3 زائد 1 ب-2. كل ده لو عملته على الآلة هيطلع معايا ب2. الله، ده طلع معايا 2 برضو. ايوه. يبقى اذا النقطة دي تنتمي للمستقيم. لو جربت النقطة دي برضو مش هتنفع. فالمستقيم الذي معادلته كذا يمر بالنقطة، اقول له -3 وسالب 1. اتمنى تكون الفكرة وصلت. طيب تعالى كده نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لك اذا كان ايه متجه اتجاه ده عباره عن نص وواحد. قال لك متجه اتجاه للمستقيم، فان جميع المتجهات التاليه عموديه على المستقيم عدا المتجه ايه. بص يا صديقي، انا معايا اليه بتاعت المساله. لو عايز تجيب الميل هتقول له الصاد على السين. 1 على نص يا صديقي ب2، فالميل ده ب2. حلو. الميل ده ب2 يعني مقامه كام؟ مقامه 1. زي الفل وزي الالماظ. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ قال لك كل المتجهات التاليه هي متجهات عموديه على ده. طيب ما عدا واحد. فانا كل اللي عليا طالما شفت كلمه عموديه، عمودي او يوازي، يبقى انا بهتم بالميل. فانا هروح اجيب الميل في كل نقطه. طب هنا هروح اجيب الميل. يلا بينا يلا بينا. هقسم الصاد على السين. سالب نص على الواحد بسالب نص. كلام جميل. هنا هروح اجيب الميل. هقول له الصاد على السين. -1 على الاتنين يبقى -1 على الاتنين. حلو. هنا هروح اجيب الميل. الصاد على السين، ما هو ده اليه يا جماعه، فبجيب الميل عن طريق الصاد على السين. اقول له سالب نص على -1 بنص. كلام جميل. اروح اجيب هنا الميل. اقسم الصاد على السين. -2 على 4 بكام يا صديقي؟ بسالب نص. طيب ده الميل. قال لك بقى كل اللي جاي ده عمودي عليه. عمودي يعني ميل العمودي. ميل العمودي بنجيبه ازاي؟ شقلب وغير الاشاره. فتعالى كده نروح نجيب ميل العمودي. ميل العمودي. حلو. شقلب بقى يلا كده يا صديقي. يلا بينا نشقلب يا مستر. بدل 2 على الواحد هيبقى 1 على الاتنين. وغير الاشاره، بدل موجب هيبقى سالب. طيب يبقى ميل العمودي على المستقيم اللي هو مديهوني لازم يبقى بالمنظر ده. فتمام ده معايا، تمام ده معايا، تمام ده معايا. الوحيد ده اللي مختلف، فده مش عمودي عليه. فبيقول لك كل المتجهات التاليه عموديه على المستقيم ما عدا انهي متجه؟ المتجه ده، لان ده مش ميل العمودي. ميل العمودي سالب نص، انما ده نص بس. اتمنى تكون فهمتني يا صديقي. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعديه. طيب هنا بيقول لك ايه؟ اذا مر مستقيم بالنقطه دي، يبقى انا معايا النقطه وكان متجه ن ده عموديا عليه. اوكي. طيب اول لما يقول لك ان ايه ده متجه عمودي، فاعرف اجيب المتجه اللي مش عمودي ازاي؟ ما هو ده العمودي، انا مش عايز العمودي عشان اعرف اكون معادله المستقيم. طيب ممكن عندك طريقتين. يا اما تروح تجيب الميل هنا 3 على الواحد ب3، وتروح تجيب ميل العمودي اللي هو تشقلبه وتغير اشارته هيطلع معاك -1 على ال3. او ممكن نعملها بطريقه تانية. او حلو قوي يعني الطريقه دي. انا عشان اكون معادله المستقيم، ما هو عايز معادله المستقيم، قال لك بتحتاج حاجتين: النقطه اللي هي عباره عن كام وكام؟ الاتنين وواحد،
والميل او متجه الاتجاه، صح ولا لا؟ صح يا مستر. طيب المتجه اللي معايا ده هو متجه عمودي، لا انا مش عايز العمودي، انا عايز العادي. فهتعمل ايه؟ قال لك لو معاك متجه عمودي وانت عايز المتجه العادي، فانت هتبدل بدل 1 و3 هتبقى 3 و1 وتغير الاشاره. طب هنا ولا هنا؟ اللي يريحك يا صديقي، انا هغير هنا يا عم. يعني هتبدل وتغير الاشاره لو انت عايز تجيب متجه مش عمودي وهو مديك متجه العمودي. طب لو هو مديك متجه العادي وانت عايز تجيب متجه العمودي، برضه هتشقلب وتغير الاشاره. يعني هتبدل وتغير الاشاره. الله ينور عليك. طيب انا كده معايا النقطه ومعايا المستقيم، معايا المتجه قصدي. هو عايز ايه؟ الصوره العامه. طب ما احنا قلنا الصوره العامه اللي هي الكارتيزيه بجيبها ازاي؟ صاد ناقص صاد النقطه على س ناقص س النقطه، كل ده بيساوي الميل يا صديقي. والميل كيف نجيبه؟ قال لك الصاد على السين. يعني -1 على الكام يا صديقي؟ على التلاتة. مقصتك يا جميل وتصفر المعادلة. يعني ايه؟ يعني هضرب التلاتة في الصاد يبقى 3 صاد، حلو الكلام. ناقص 3 في 1 بكام؟ ب3. كل ده هيساوي -1 في س بسالب س، حلو الكلام. -1 في -2 بموجب 2. وهعمل ايه بعد كده؟ قال لك هتدخل ده كله الناحية التانية بعكس الإشارة، فسالب س هتروح الناحية التانية موجب س زائد 3 صاد. بعد كده ناقص 3 وموجب 2 هتروح الناحيه الثانيه -2. كل ده هيساوي، ما بقاش حاجه هنا خلاص، هقول له بيساوي 0. خلي بالك المعادله بتبقى مترتبه امتى؟ س ص رقم وبتساوي 0، تمام. فاقدر اقول له كده ان ده عباره عن السين، ماشي، زائد 3 ص، كلام جميل، -3 -2 يبقى -5. كل ده بيساوي كام يا صديقي؟ 0. فهي دي معادله المستقيم س زائد 3 ص ناقص 5 بيساوي 0، وهو الاختيار ب يا قلبي. يلا بينا ننط على السؤال اللي بعديه. ماشي. هنا بيقول لك انا عايز قياس الزاويه الحاده بين المستقيم ده والمستقيم س بيساوي 0. خلي بالك س بيساوي 0 ده يعني محور الصادات. محور الايه؟ الصادات. خد بالك من الملحوظات ديت، الملحوظه دي مهمه قوي. س بصفر يعني محور الصادات، صاد بصفر يعني محور السينات. حلو حلو حلو. طب انا عايز قياس الزاويه الحاده دي بين المستقيم ده والكلام ده. طيب ركز معايا بقى. هنعمل حركه جامده قوي. ايه هي؟ انا هروح اجيب من هنا الميل عشان عارف ان دي النقطه وده اليه. ازاي بجيب الميل هنا؟ قال لك الميل عباره عن الصاد على السين، 1 على الواحد فيها الواحد. طيب هو عايز الزاويه ما بين المستقيم ده والمستقيم ده. طالما يا جماعه مستقيم ومحور السينات او مستقيم ومحور الصادات، فانت بتجيب ميل المستقيم الاول، واحنا عارفين ان الميل يعني ذات زاويه. الميل يعني ذات زاويه، ماشي. انا دلوقتي يا مستر ذات زاويه، طب انهي زاويه؟ تعال نطلعها الاول وبعد كده هقول لك انهي زاويه. لو عايز الزاويه اضغط شيفت تان واحد هيطلع لك الزاويه 45 درجه. طيب حلو الكلام. هي دي انهي زاويه؟ خلي بالك دي دايما كنا بنقولها، الجمله اللي انت كنت بتكرف لها دي ايه دي؟ هي الزاويه المحصوره. محصوره ما بين ايه؟ ما بين حاجتين. ايه هم بقى الحاجتين؟ بين المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات. بين المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات. والاتجاه الموجب، ايوه، لمحور السينات يا صديقي. طب تيجي بس نعمل حركه بسيطه كده عشان تفهم الموضوع. انا هعمل يا عم محور الصادات ومحور السينات، دول المحورين بتوعي. طيب وبعد كده هعمل المستقيم كده وليكن. اشمعنى عملته كده؟ لان انا طلعت الزاويه ب 45، دي الزاويه اللي ما بين المستقيم والاتجاه الموجب لمحور السينات. طب هو مش عايز الزاويه دي ليه؟ مين اللي قال لك؟ هو عايز الزاويه بين المستقيم ده والمستقيم س بيساوي 0 يعني محور الصادات. طب يعني عايز الزاويه دي كده، هو عايز الزاويه دي كده ما بين المستقيم ومحور الايه؟ الصادات. طب ما كل ده ب 90، 90 هتنقص منه 45 هيطلع لك ال 45 الثانيه اللي هي الزاويه ما بين المستقيم اللي هو مديك معادلته ومحور الصادات. فاقول له ان الزاويه دي بكام يا صديقي؟ ب 45. اتمنى تكون فهمتني، لان السؤال ده يا جماعه بيوقع طلبه كتير جدا لان هي مش فاهماه اصلا. تمام، هم متعودين على ايه؟ السؤال اللي هو تك تك تعويض خلصت الموضوع. الموضوع مش بالبساطه دي. برضه هو بسيط بس تبقى فاهم انت بتعمل ايه. طب يلا بينا ننط على السؤال اللي بعديه. هنا بيقول لك ايه؟ اوجد الصور المختلفه لمعادله المستقيم اللي بيمر بالنقطه دي. الله ينور عليك. يعني انت جبت لي النقطه، النقطه عباره عن ايه؟ 1 و3. ماشي. قال لك ويكون عموديا على المستقيم ده. يا جماعه بالله عليك في الرياضه عمودي يوازي يعني انت هتجيب الميل، هو المستقيم اللي انت عايز تكون معادلته عمودي على مستقيم تاني. طيب ايه رايك نجيب الميل ده؟
نجيب الميل ده. طب ما ايه رايك ما نجيبش الميل؟ امال هنجيب ايه يا مستر؟ مش دي صوره متجهه؟ ده النقطه ايوه، وده المتجه ايوه، بس ده المتجه العمودي، انا عايز المتجه بتاعي انا. فبالتالي عشان تجيب المتجه بتاعي انا، قلنا لو معاك اليه هتبدل وتغير الاشاره. فبدل 2 و1 هيبقى 1 و2، وتغير الاشاره، فالسالب ده اكنه مش موجود خلاص. ده المعنى يعني. يبقى هتبدل وتغير الاشاره بس كده. ده المتجه بتاعك، انما ده المتجه العمودي. انت عايز الصور المختلفه. اول صوره اللي احنا قلنا الصوره المتجهه ر بتساوي ق، ايوه، زائد كاف، ماشي، يه. اليه اللي هي عباره عن كام وكام؟ 1 و2. الله ينور عليك. تاني صوره اللي هي اسمها المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان. اوكي، معادلتين عشان معادله للسين ومعادله للصاد. طيب السين عباره عن ايه؟ قال لك السين زائد، ايوه، السين في الكاف، واحد في كاف بكاف. الله ينور عليك. الصاد بتساوي الصاد زائد، ايوه، الصاد في الكاف، يعني 2 في الكاف. دي كده المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان. طب تعالى كده نخش على النقطة رقم 3 اللي هي الصورة الثالثة، اللي هي الصورة العامة او الصورة الكارتيزية. قلنا عبارة عن ايه؟ صاد ناقص صاد النقطة، ايوه، على س ناقص س النقطة. كل ده بيساوي الميل يا صديقي، اللي هو عن طريق الصاد على السين. 2 على الواحد فيها كام؟ فيها الاتنين. طيب اعمل ايه؟ ده ما عندوش مقام يبقى مقامه واحد، اعمل مقصات. كلام جميل وزي الفل. قال لك واحد في اي حاجه بيطلع لك نفس الحاجه. حلو. طب 2 في السين بكام؟ ب 2 س ناقص 2 في 1 بكام يا صديقي؟ ب 2. هتودي ده الناحيه الثانيه وتصفر المعادله، او الاحسن طالما السين موجبه ودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره وتصفر المعادله. الاثنين واحد اللي انت عايزه اعمله. المهم انا معايا 2 س هي في الاول. طيب بعد كده انا عايز صاد بعديها، فموجب صاد هتروح الناحيه الثانيه سالب صاد. تمام. هنا كان ناقص 2 عادي، سالب 3 اما يروح الناحيه الثانيه يبقى موجب 3. كل ده هيساوي، ما بقاش حاجه هنا، يبقى بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي صفر. بس ممكن اقول له 2 س ناقص ص. طيب سالب 2 زائد 3 بموجب 1، كل ده بيساوي كام يا جماعه؟ صفر. فانا كده جبت الصور المختلفه لمعادله الايه؟ المستقيم. سؤال جميل يرجع لك على الدنيا. يلا بينا ننط على السؤال اللي بعديه. قال لي مجموعه قيم كاف، ايوه، التي تجعل قياس الزاويه الحاده بين المستقيمين دول بتساوي باي على الاربعه. طيب هو انا ازاي بجيب الزاويه بين المستقيمين؟ قلنا عن طريق قانون بيقول لك ظاهر بتساوي قيمه مطلقه شرطة كسر. حلو. ميل الاول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الاول في ميل التاني. طيب هو بقى مديك الزاويه. قال لك ان الزاويه بين المستقيمين دول بباي على الاربعه. باي على الاربعه يعني 180 على الاربعه يعني 45 درجه يا صديقي. فبالتالي هقدر اجيب اللي هو عايزه. ازاي؟ هو عايز ايه؟ عايز الكاف. طب الكاف دي فين؟ هنا في المعادله دي. مش انت قلت لك انت عايز زاويه؟ انا قلت لك قصدي انت عايز زاويه بين مستقيمين، قلت لي قلت لك عشان اجيب الزاويه لازم يبقى معايا الميل بتاع المستقيم الاول ومعايا الميل بتاع المستقيم الثاني، قلت لي قلت لك يلا نجيبها. طيب اروح اجيب ميل الاول. الميل ده احنا قلنا لو معايا معادله زي كده ازاي اجيب الميل؟ سالب معامل س اللي هو سالب 1 على معامل ص اللي هو الكاف. تقدر تجيب ميل التاني؟ اقدر اجيب ميل التاني عن طريق ايه؟ روح للمعادله دي برضو. سالب معامل س، يبقى سالب معامل س اللي هو الرقم اللي جنب س اللي هو 2 على معامل الصاد يعني السالب 1. طيب فاقدر اقول له كده ان ميل 2 على طول هيساوي سالب 2 على السالب 1 بكام؟ ب 2 يا صديقي. ده كده ميل التاني وده كده ميل الاول. ماشي. طب وبعدين والزاويه معاك ب 45، تعالى نبتدي نشتغل بقى. انا هعمل شرطة كسر وقيمة مطلقة اهو. ميل الاول بكام؟ سالب 1 على الكاف. طيب بعد كده ناقص ميل التاني بكام؟ ب 2. حلو. على 1 زائد، يبقى اقول له 1 زائد ميل الاول اللي هو بكام؟ سالب 1 على الكاف. طيب في ميل التاني اللي هو بكام؟ ب 2. قال لك كل ده بيساوي ظا الزاوية. طب ما هو يا قلبي الزاويه اللي طلعت معايا 45، يبقى ظا 45 بكام؟ بواحد. انا عارف اعملها دي يا مستر وحافظها اصلا. طيب لو انا مش حافظها دي انا عملتها لك اهو. طيب بعد كده المشكله بقى هتبتدي من هنا، ان انت الفكره دي كلها معاك. هتحل المنظر ده ازاي؟ ما انت عايز تطلع الكاف. ركز بقى معايا قوي في الحته دي. فانا هعمل شرطه كسر وقيمه مطلقه اهو. ماشي. انا معايا سالب 1 على الكاف ناقص 2.
هكتبها زي ما هي، هعمل حركه بس وبعد كده نظبط القصه دي كلها مع بعض. طيب على واحد. طيب موجب في سالب بسالب، ومعاك الاتنين مضروبه في الواحد، 2 في 1 ب2 على الكاف، يبقى 2 على الكاف. طيب كل ده بيساوي الواحد. كلام جميل. اعمل ايه بعد كده؟ قال لك انت الايه مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ قول لي بصراحه. هتقول لي ان الكاف في المقام وهنا الكاف في المقام. خلاص انا هضرب في كاف فوق، هضرب في كاف فوق، وهضرب في كاف تحت. ايه ده اشمعنى؟ ليه ضربت فوق وتحت؟ اولا عشان اطير المقامات، ثانيا لو طالما عملت حاجه فوق لازم اعملها تحت، طالما عملت حاجه تحت لازم اعملها فوق. طب الكلام ده هيفيدني بايه؟ اقول لك لا، ده هيفيدك في حاجات كتير جدا، ركز معايا كده. تعالى كده نبدا نكتب المنظر ونشوف الكلام هيبقى ماشي ازاي. انا معايا القيمه المطلقه اهو، ركز معايا عشان دي رخمه في الحته دي، والسؤال ده مشهور قوي. اللهم بلغت. الكاف هتضربها مره في الاول، فالكاف هتطير الكاف، هيبقى لك سالب واحد. طيب ناقص 2 في الكاف ب2 كاف. حلو. برضو الكاف هتضربها مره في الاول، كف واحد بكاف. كلام جميل. ناقص الكاف هتضربها في التاني، فالكاف هتطير الكاف، هيبقى لي 2. كل ده هيساوي كام يا شباب؟ الواحد. بس من هنا بقى تبتدي المساله تبقى لذيذه. ازاي؟ تعال اقول لك يا صديقي. انا اولا محتاج اشيل القيمه المطلقه، فقال لك عشان تشيل القيمه المطلقه لازم تحط الناحيه التانيه موجب او سالب. فاقدر اقول له ركز معايا بقى، انت معاك حلين دلوقتي. ان انت معاك واحد سالب واحد، قصدي ناقص 2 كاف على الكاف ناقص 2، يا اما بيساوي واحد، يا اما برضو سالب واحد ناقص 2 كاف على الكاف ناقص 2. الكلام ده هيساوي كام يا شباب المره دي؟ سالب واحد. فدي الفكره، ان انت معاك حلين، ركز معايا ما تتوهش مني، انا عارف ان فيها خطوات حلوه. طيب ده ما عندوش مقام، يبقى مقامه واحد. اعمل مقصات يا صديقي. فواحد في اي حاجه بيطلع لي نفس الحاجه. بس هقول له كل ده بيساوي واحد في اي حاجه بيطلع لي نفس الحاجه. ودي الكاف مع الكاف والرقم جنب الرقم، ركز معايا هخليك تظبط خطواتك. فانا هودي السالب 2 كاف الناحيه الثانيه موجب 2 كاف. ده ما بقاش موجود. طيب والسالب 2 الناحيه الثانيه هيروح الناحيه الثانيه موجب 2 بعكس الاشاره، ده ما بقاش موجود. فمعايا كاف و2 كاف يبقوا 3 كاف. هقول له بيساوي 2 ناقص 1 بواحد. طب لو انا عايز الكاف اقسم هنا على الثلاثه واقسم هنا على الثلاثه، دول طاروا مع بعض. طيب يبقى الكاف هتساوي اول حاجه بكام؟ بواحد على الثلاثه. ماشي ماشي ماشي. ده كده اول حل. لسه في حل تاني، يلا بينا يلا بينا. ده ما عندوش مقام، يبقى مقامه واحد. اعمل مقصات، واحد في اي حاجه بيطلع لي نفس الحاجه. طيب كل ده بيساوي سالب واحد في كاف بسالب كاف، سالب واحد في سالب 2 بموجب 2. طيب وبعدين هتعمل حركه جامده قوي. ايه هي يا مستر؟ الكاف جنب الكاف والرقم جنب الرقم، فانا بعيد الخطوات واركز لو انت لسه ما فهمتش. طيب انا اودي سالب 2 كاف الناحيه الثانيه بعكس الاشاره موجب 2 كاف، ده ما بقاش موجود. طيب وهودي موجب 2 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره سالب 2، ده ما بقاش موجود. ف2 كاف ناقص كاف بكاف واحده يا صديقي. هقول له بيساوي سالب 2 سالب 1 يبقى سالب 3. فالكاف بتاعتي هتبقى بكام يا شباب؟ بسالب 3. كده انا معايا قيمتين للكاف، يا تلت يا سالب 3. اطلع بقى اختار الاختيار بتاعي. قلنا يا تلت يا سالب 3، يعني الاختيار ب. والله العظيم يا جماعه السؤال ده مشهور جدا وفي ناس كتير ما بتعرفش تحله، لسه متلخبط في خطواته. اسمعه تاني هيسهل عليك حاجات كتير. تعال ننط على السؤال اللي بعده. بيقول لك انا معايا او انا عايز المعادله الكارتيزيه للمستقيم الذي يقطع من المحورين السيني والصادي جزئين موجبين مقدارهما 2 و3 على الترتيب. قال لك ازاي تكون معادله المستقيم، معادله المستقيم عن طريق الاجزاء المقطوعه. ازاي بكونها بقى؟ قال لك بنستخدم اسطمبه جاهزه كده، حطها ارزع الموضوع خلص. ايه الاسطمبه دي؟ قال لك س على الالف، ايوه، زائد ص على الب بيساوي واحد. هي دي الاسطمبه؟ اه. س على الف زائد ص على ب بيساوي واحد، س على الف زائد ص على ب بيساوي واحد. هو ايه الالف ده؟ قال لك الالف الجزء المقطوع، مش هو تحت السينات؟ اه، يبقى الجزء المقطوع من محور السينات. طب الب الجزء المقطوع، مش هو تحت الصادات؟ يبقى الجزء المقطوع من محور الصادات. فلو انا مديك الاجزاء المقطوعه على طول اروح اعوض في الاسطمبه دي. يعني بص كده، س على الجزء المقطوع من محور السينات، هو قال لك السيني والصادي 2 و3، فالاول السيني والتاني ده الصادي. مين اللي قال لك؟ ما هو قال لي على الترتيب. طيب يعني الجزء المقطوع من محور السينات بكام؟ ب2. هقول له زائد صاد على
الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو بكام يا صديقي؟ ب3. كل ده هيساوي بكام؟ هيساوي الواحد. طيب وبعدين كمل، انت عايز تظبط الشكل. بص يا جماعه، دايما بضرب في رقم يقبل الاسم على الاثنين وعلى الثلاثه، اللي هو كام؟ السته. طب انت ما خدتش بالك، اضربهم في بعض، 2 في 3 بكام؟ ب6. فالسته ينفع اقسمها على الاثنين وفي نفس الوقت ينفع اقسمها على الثلاثه. الله ينور عليك يا صديقي. طب يلا بص انا هعمل ايه بقى. انا معايا السين اهو، 6 على الاثنين ب3، 3 في س ب3 س. اقسم واضرب، اهو زائد زائد، اعملها معاك تاني. 6 على 3 ب2 في ص يبقى 2 ص. حلو. كل ده بيساوي 6 في 1 بكام؟ ب6. دي المعادله. 3 س زائد 2 ص بتساوي 6. 3 س زائد 2 ص بتساوي 6. يعني ده الاختيار د دب انا بوظت الدنيا. اختيار د. هي دي يا جماعه المعادله الكارتيزيه اللي هي الصوره العامه يعني، بس بدلاله الاجزاء الايه؟ المقطوعه. يبقى اول لما اديك يا جماعه الجزء المقطوع من محور السينات والجزء المقطوع من محور الصادات، وانت عايز ونفسك تكون معادله المستقيم، ماذا تفعل؟ هتعمل ايه؟ اروح احط الاسطمبه س على ا زائد ص على ب، كل ده بيساوي 1، واحط الالف واحط الب، اضرب فيه الرقم اللي بيقبل الاسم على الرقمين، خلصت المساله. حرفيا دي اسطمبه وحاجه جاهزه لاي سؤال بالمنظر ده. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعديه. هنا بيقول لك اذا كان ميل المستقيم ده بيساوي نص. حلو، انت مديني الميل. طيب تقدر تجيب لي اليه متجه الاتجاه؟ انا بختبرك بس. هتقول لي الصاد على السين، ما هو ده كده الصاد بواحد والسين ب2 يعني 2 وواحد. طيب الله ينور عليك يا صديقي، معلش كنت بختبرك بس في الحته دي. طيب تعال نكمل. قال لك انا معايا ميل المستقيم ا ب ده بنص، يبقى الميل بنص. حلو كمل. قال لي والنقطه ا ديت، النقطه ا دي اكيد ما هو ا وب، يبقى دي النقطه اللي بيمر بيها المستقيم، عباره عن كام وكام؟ -2 و5. طيب قال لي في اي من النقط الاتيه تقع على المستقيم. يا عم احنا لسه قايلين احنا عايزين نعرف اي نقطه تقع على المستقيم، اي بمعنى تاني بقى المستقيم بيمر بأنهي نقطه من دول. اول نقطه قدامي -2 و5، هل دي موجوده في الاختيارات؟ لا. قلت لك لو عايز تجيب نقطه تنتمي للمستقيم او المستقيم بيعدي عليها او النقطه تقع على المستقيم، ده كله نفس المعنى يا جماعه، ان احنا نروح نجيب الصوره العامه. الصوره العامه لسه واخدين سؤال زي ده بالظبط. كنا بنقوله بقى ازاي؟ ص ناقص ص النقطه، ايوه، على س ناقص س النقطه اللي هو -2، كل ده بيساوي الميل يا صديقي اللي هو بنص. طيب سالب سالب يبقى موجب. انا اروح اجرب في كل نقطه من دول. هنا لو طلع بنص يبقى النقطه دي تنتمي للمستقيم. طب يلا بينا، يلا بينا. اول نقطه خالص السين بصفر والصاد ب6. طيب السين بصفر والصاد ب6، ايوه، يبقى الصاد ب6، 6 ناقص 5 ب1، على السين بصفر، صفر زائد 2 ب2. الله، ده طلع بنص، ده نفس الرقم، يبقى النقطه دي مالها؟ تنتمي للمستقيم. جربت اي واحده تانية مش هتنفع، جرب وقول لي. مش هتنفع، مش هتنفع، فالوحيده الف اللي هتنفع. ده رزقك، ربنا كريم يا جدع، اول اختيار هو اللي صح. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي متجه اتجاه المستقيم العمودي على المستقيم اللي معادلته كذا. هو اللي انت عايزه، انت عايزه العمودي، انت عايز متجه الاتجاه العمودي. طب ما تجيب متجه الاتجاه العادي وبعد كده هتعرف تجيب متجه الاتجاه العمودي. سهله ولا مش سهله؟ يعني تعالى هنا، ازاي بجيب المتجه الاتجاه؟ قال لك عن طريق الميل، صاد على السين. طيب وبعدين انت معاك معادله زي كده، تعرف تجيب لي الميل؟ اعرف يا مستر، انت لسه قايلها مليون مره. قال لك الميل عباره عن ايه؟ سالب معامل س على معامل صاد. اوكي، طب يبقى الميل ساعتها عباره عن ايه؟ -3 على -1 ب3. ده كده الميل. طب بس خلي بالك 3 دي ما عندهاش مقام، يبقى 3 على الواحد. يبقى اليه عباره عن ايه؟ ص على السين، يعني السين بواحد يا مستر، والايه؟ والصاد ب3. ده كده اليه، بس ده اليه العمودي، انا عايز اليه العادي. هتعمل ايه بقى؟ قال لك هتشقلب وتغير الاشاره، يعني بدل 1 و3 هتبقى 3 و1. طب السالب احطه هنا ولا هنا؟ الاتنين واحد، فانا اروح احطه هنا عادي جدا. عايز تحطه هنا صح، يبقى 3 و1. المهم بس الاشاره واحده منهم اللي متغيره، يا التلاته يا السالب 1. هنا 1 و3 لا، هنا -1 و3 لا، لا، هنا 3 وسالب 1 ده هي سبحان الله. هنا -3 وسالب 1 هي نفس النقطه بس الاتنين متغيرين، لا انا عايز واحده بس اللي متغيره، فبالتالي دي برضو لا. يا رب تكون الفكره بتاعت الايه السؤال ده او الموضوع ده وصل خلاص. طيب تعالى كده يا صديقي نخش على الموضوع ده. بيقول لك انا عايز معادله محور تماثل ا ب، حيث الالف بكذا والب بكذا. معادله محور تماثل طب بص كده،
انت عايز محور تماثل ا ب. طب فين ا ب؟ الالف ب اهو. سؤال تافه على فكره، بس انت تتخض من الصيغه بتاعته. ا ب اهو. طيب محور التماثل يا صديقي بيبقى مستقيم عمودي على المستقيم وينصفه. عمودي على المستقيم وينصفه يعني من المنتصف بتاعه. طيب ركز معايا بالله عليك، انا عايزك تفهم السؤال. يجي ما يجيش دي بتاعت ربنا بقى، بس السؤال ده مهم قوي على فكره، هيفهمك حاجات كتير. طيب يبقى ده محور التماثل اللي هو بالخط الاسود، عمودي على ا ب وفي نفس الوقت بينصفه، يعني بيقسم ا ب لنصين قد بعض. طيب انت عايز بقى معادله المحور التماثل ده، يعني انت في الاخر عايز معادله المستقيم، فيهمك حاجتين عليه. ايه هما بقى؟ النقطه واليه، صح صح. طب النقطه عباره عن ايه؟ انت عايز نقطه يمر بها المستقيم. هتلاحظ في نقطة بيمر بها المستقيم، النقطة دي عبارة عن نص الألف ب، يعني في منتصف الألف ب، اللي هي عبارة عن مجموع السينات على الاتنين ومجموع الصادات على الاتنين. منتصف القطعة المستقيمة، ما تقولش لحد. طب الألف عبارة عن كام؟ قال لك 2 وسالب 1. طيب الب عبارة عن كام؟ قال لك 4 و3. طيب تعرف تجيب لي النقطة دي اللي هي منتصف ألف ب؟ أعرف. مجموع السينات الاتنين زائد الأربعة بكام؟ 6 على الاتنين فيها كام؟ التلاتة. طيب مجموع الصادات سالب 1 زائد 3. اجمعها كده على الآلة يلا معايا. سالب 1 زائد 3 ب2. على الاتنين هيطلع معايا كام؟ 1. طب يا مستر ده النقطة دي منتصف ألف ب. طب ما هو يا ابني منتصف ألف ب بيمر بيها محور التماثل، فدي نقطة يمر بيها المستقيم اللي أنت عايز تجيب معادلته. حلو. طيب ناقصك ايه عشان تجيب معادله المستقيم؟ اليه او الميل. يعني انت عايز الميل دلوقتي. طب اجيب الميل ازاي؟ قال لك مش هو عمودي؟ فانا هجيب ميل ا ب، وبالنسبه لي الميل بتاعي هو ميل العمودي. طب تعالى نجيب ميل ا ب كده يا مستر. قلنا لو معايا نقطتين اجيب الميل ازاي؟ فرق الصادات على فرق السينات، يعني الصاد ناقص الصاد، ايوه، على السين ناقص السين. بس كده يا صديقي. هيطلع معاك الميل سالب 1 وسالب 3 سالب 4 على السالب 2، هيطلع معايا موجب 2. ده ميل ا ب. طيب ده ما عندوش مقام، يبقى مقامه 1. انا عايز بقى ميل محور التماثل اللي هو العمودي عليه، يعني ميل العمودي. طب ميل العمودي شقلب، يبقى نص 1 على 2، يعني بدل 2 على 1 غير الاشاره، بدل موجب يبقى سالب. بس كده. فانا كده جبت الميل وجبت النقطه بتاعت محور التماثل. كنسل العبط ده بقى كله، انا عايز معادله المستقيم ده. يبقى اقول له معادله محور التماثل. بجيبها ازاي بقى؟ قال لك عن طريق القانون بتاعك. طب انت عايز انهي معادله؟ ما انت معاك 3 صور. قال لك اللي انا بصيت عليه في الاختيارات صوره عامه اللي هي صوره كارتيزيه. طيب بنجيبها ازاي؟ صاد ناقص صاد النقطه اللي هي بواحد، حلو، على س ناقص س النقطه اللي هي ب3. كل ده بيساوي يا صديقي الميل اللي هو سالب 1 على الاتنين. قشطه. بعد كده اعمل مقصاتك. يبقى 2 في ص ب 2 ص ناقص 2 في 1 ب 2. كل ده بيساوي سالب 1 في س بسالب س. قشطه. سالب 1 في سالب 3 بموجب 3. جميل. هرمي ده كله الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. ماشي. ليه؟ انا عايز اخلي السين الاول، بعد كده الصاد، بعد كده رقم، بعد كده بتساوي صفر. طيب سالب س هتروح الناحيه الثانيه موجب س، وموجب 2 ص كانت موجوده اصلا. سالب 2 تمام، ما عنديش فيها مشكله. موجب 3 الناحيه الثانيه سالب 3. كل ده بيساوي كام يا صفر؟ كام يا صديقي؟ صفر. طيب هقدر اقول له س زائد 2 ص. طيب سالب 2 سالب 3 يبقى سالب 5. كل ده بيساوي كام يا صديقي؟ صفر. فهي دي كده معادله المستقيم. س زائد 2 ص ناقص 5 بيساوي صفر. س زائد 2 ص س زائد 2 ص ناقص 5 بيساوي صفر. طب ما دي ناقص 5 راحت الناحيه الثانيه موجب 5. فبالتالي هي دي يا جماعه معادله المستقيم اللي انا عايزها. س زائد 2 ص طبعا بيساوي 5، لان انت هتودي السالب 5 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره موجب 5 اهو الناحيه الثانيه. طيب حلو الكلام. دي كده معادله محور التماثل. السؤال ده هام، السؤال ده مهم. انا كواضع للامتحان انا ممكن اجيب لك سؤال زي كده. هتدعي عليا ليه يا عم؟ طب ما انت لو فاهم هتعرف تتعامل. مش مهم يجي لك ولا ما يجيلكش، المهم تفهم الفكره. صدقني هتفرق معاك قوي في شخصيتك في الامتحان او في حل الاسئله بعد كده. هيفرق معاك في الشخصيه بتاعتك. طيب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعديه. المستقيم لام بتساوي كذا. لام ايه بقى المستقيم ده؟ معادلته يعني س بتساوي، ركز بقى، 1 ناقص 2 كاف. ص بتساوي
سالب 1 زائد 4 كاف. بيقول لك بقى ان المستقيم ده يمر بالنقطه ايه؟ حبيب قلبي، انا ممكن اجيب النقطه الاول واليه من المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان دول. النقطه يا صديقي عباره عن الرقم اللي مش جنب الكاف. الرقم اللي مش جنب الكاف. الرقم اللي مش جنب الكاف يعني موجب واحد وده سينات، يبقى موجب واحد في السينات. سالب واحد وده في الصادات، يبقى سالب واحد في الصادات. فدي النقطه. تمام. تعرف تجيب لي اليه؟ ايوه، اليه هو الرقم اللي جنب الكاف. طيب يعني دي سالب 2 جنب الكاف بس في السينات، يبقى سالب 2 في السينات. هنا موجب 4 جنب الكاف بس في الصادات، يبقى موجب 4 في الصادات. طب هو عايز ايه؟ عايز يعرف المستقيم ده يمر بأنهي نقطة. أولا شوف النقطة اللي معاك هل موجودة في الاختيارات ولا لا. واحد وسالب واحد موجودة، يبقى قشطة. يبقى المستقيم ده بيمر بالنقطة دي. طب لو النقطة دي مش موجودة في الاختيارات، نفس الفكرة، هتروح تجيب الصورة العامة وبعد كده تجرب اللي هيحقق معاك المعادلة، يبقى إذا المستقيم يمر بالنقطة دي. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك أ ب ج مثلث فيه أ بكذا وب بكذا وج بكذا. اثبت أن المثلث متساوي الساقين. لحد هنا ده كده يعتبر سؤال في ثالثة إعدادي على درس البعد بين نقطتين اللي خدناه الترم الأول في أول درس هندسة. تمام؟ ده في ثالثة إعدادي. ما علينا. خلينا هنا. أنا عشان أجيب إن المثلث متساوي الساقين، تعالى نرسم أي مثلث كده يا عم. تمام؟ أنا هسمي المثلث ده أ ب ج. حلو. عشان اجيب يا جماعه المثلث ده اثبته ان هو مساوي الساقين او كده، فانت يهمك تروح تجيب الثلاث اضلاع يا صديقي. ا ب والالف ج والب ج. طيب وبعدين هجيبهم ازاي؟ يلا البعد بين نقطتين. هي الالف عباره عن كام؟ صفر وخمسة. طيب الب عباره عن كام وكام؟ 2 وسالب 1. جميل. طب تعالى نكتب 2 وسالب 1 بطريقه الطف يا عم. ايه ده؟ طيب الجيم عباره عن كام؟ قال لك 6 و3. زي الفل وزي الالمظات. حلو حلو حلو. عايز ا ب البعد بين نقطتين، يبقى اقول له الجذر التربيعي فرق س تربيع زائد فرق ص تربيع. ده الالف والب صح؟ ا ب. اوكي، يبقى ركز مع الالف والب. الالف والب، السين هنا بصفر والسين هنا باتنين، الصاد هنا بخمسة والصاد هنا بسالب واحد. بس كده. سالب سالب يبقى موجب، واطلع الناتج. هنا يطلع معايا 4 و36 جذر 40. جذر 40. طيب اخش على ا ج. برضو ازاي اجيب البعد ما بين نقطتين ا ج؟ عايز اجيب طول القطعه المستقيمه ا ج او طول الضلع ا ج. قال لك هتجيبه ازاي؟ جذر تربيعي فرق س تربيع زائد فرق الص تربيع. انجز بقى. طيب هقول له كل ده بيساوي الالف والجيم. السين بكام؟ بصفر بتاعت الالف، والسين هنا بكام؟ ب6. هنا الصاد بكام؟ 5، والصاد هنا بكام؟ ب3. ده يطلع معاك برضو نفس القصه جذر 40. طيب الب ج عباره عن ايه؟ بقى ايه؟ جذر تربيعي بقى. خلاص انجز بقى. فرق السين تربيع زائد فرق الصاد ايه يا جماعه؟ تربيع. طيب هنا ب وج، السين هنا بكام؟ ب2، والسين هنا بكام؟ ب6، الصاد هنا بكام؟ -1، والصاد هنا بكام؟ ب3. ممكن اعملها كده، دي هتطلع برضو معايا كام؟ -4 تربيع بكام؟ -4 تربيع يا مستر ب 16. 16 ومعاك هنا 4 تربيع 16 يعني جذر 32. انا ما يهمنيش كل ده، هو عايز يثبت ان هو متساوي الساقين. طب ما هو فعلا في ضلع قد ضلع، يبقى اجي اقول له كده بما ان ا ب بيساوي ا ج، اذا المثلث اللي اسمه ا ب ج ده متساوي الساقين. كده انا اثبتت اول جزء ان المثلث ده متساوي ايه يا جماعه؟ الساقين. حلو قوي الكلام ده. طيب كمل بقى. جه قال لك ثم اوجد قياس الزاويه ا. انا عايز الزاويه ا دي يا شباب. اتفقنا لو عايز اجيب الزاويه بين مستقيمين، ما هو ا ب ده مستقيم اللي هو ضلع يعني، والف ج ده برده مستقيم اللي هو ضلع. ازاي اجيب الزاويه دي؟ انا هسمي الزاويه دي ه. قال لك عن طريق قانون بيقول لك ظ ه بتساوي قيمه مطلقه وبعد كده شرطه كسر. طيب ميل الاول ناقص ميل الثاني على 1 زائد ميل الاول في ميل الثاني. كلام لذيذ جدا جدا جدا. يعني انت عشان تجيب الزاويه بين المستقيم ده والمستقيم ده لازم يبقى معاك ميل ده وميل ده. فانا هسمي ده ميل 1 وهسمي ده ميل 2. طيب انا دلوقتي عايز اجيب ميل 1. هجيبه ازاي؟ قال لك عن طريق ان انت معاك نقطتين الالف والب. فلو معاك نقطتين وعايز تجيب الميل، قال لك عباره عن ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. يعني الصاد اللي هي 5 ناقص الصاد اللي هي -1. اوكي،
السين اللي هي بصفر ناقص السين اللي هي ب2. حلو الكلام. اقول له كل ده بيساوي، يلا بينا، سالب سالب يبقى موجب، 5 زائد 1 6 على السالب 2، يعني هيطلع لي السالب 3. ده الميل الاول يا شباب. يعني الميل الاول كده بكام؟ بالسالب 3. حلو. طب انا عايز اروح اجيب ميل 2 اللي هو ميل المستقيم الثاني اللي هو اسمه ا ج، فانا هركز مع النقطه ا وهركز مع النقطه ج، فاقول له ان ميل 2 عباره عن فرق الصادات على فرق السينات، يعني الصاد اللي هي ام كام؟ 3 ناقص الصاد اللي هي ام كام؟ 5 على السين اللي هي ام 6 ناقص السين اللي هي ام 0. بس. طيب 3 ناقص 5 سالب 2 على 6 ناقص 0 ب6. طب سالب 2 على 6 بسالب تلت. سالب تلت. ده الميل التاني. حلو قوي الكلام ده. كده انا جبت الميلين دول، فاعرف اجيب الزاويه ما بينهم. فكره جميله. طب يلا اروح اقول له ظاهر بتساوي، يلا، قيمه مطلقه شرطه كسر. ميل الاول بكام؟ سالب 3 ناقص ميل التاني بكام؟ سالب تلت. انت مالك يا عم؟ انت اكتبها على الاله ان شاء الله. طيب على 1 زائد ميل الاول سالب 3. طيب في ميل التاني اللي هو كام؟ سالب تلت. حلو قوي الكلام ده. لو عايز الزاويه اضغط شيفت، فشيفت تان هيطلع لي الزاويه على طول. اكتب الكلام ده جوه كله على الاله، قلت لك بتعمله ازاي اهو. شيفت تان واقفل القوس بتاع التان واجي كده. عايز اعمل قيمه مطلقه يبقى شيفت اتش واي بي، اعمل شرطه كسر. معايا سالب 3، وانا عارف ان سالب سالب يعني موجب، عايز تكتب سالب سالب براحتك. كل ده 1 على التلاتة. تمام. انزل تحت اقول له 1 زائد سالب 3 في، اعمل شرطه كسر، سالب 1 على التلاتة. بس كده يا صديقي، من غير تفكير ومن غير اي صداع. ادوس يساوي، هيطلع معايا الزاويه بالمنظر ده اللي هو 53. طلعها بالدرجات والدقائق والثواني. 53 درجه 7 دقائق 48 ثانيه. 53 درجه 7 دقائق 48 ثانيه. طيب بس كده انت جبت الزاويه اللي اسمها ا. انت عايز ايه تاني يا عم؟ كده انت اثبتت ان المثلث متساوي الساقين، وفي نفس الوقت جبت الزاويه اللي ما بين المستقيمين دول، يعني الزاويه ا. ركز في الكلام ده. الكلام ده ممكن تحس ان هو صعب، ممكن تحس ان هو ما اتقالكش قبل كده في حصص الشرح عموما، بس الكلام ده صدقني هيقويك قوي في الدرس او في الوحده الثانيه هندسه. فصدقني اي سؤال يا صديقي حطها في دماغك بقى، وثق تماما في الكلام اللي انا بقوله لك، هتعرف تحله لو فهمت اللي انا بقوله ده. فاهم؟ يلا بينا. بيقول لك اذا كان متجه الاتجاه العمودي على المستقيم ده هو ن، فان ميل هذا المستقيم، يعني ده ثانيه، ده متجه العمودي. طب تعرف تجيب المتجه العادي؟ اعرف. ازاي؟ بدل وغير الاشاره. بدل وغير الاشاره، يعني بدل 3 و4 تبقى 4 و3. غير الاشاره هنا، بدل موجب يعني غير اشاره واحده منهم، حطها هنا يا عم سالب، بدل موجب يبقى سالب. ده المتجه الاتجاه العادي بتاع المستقيم. طب انت مش عايز بقى المتجه، انت عايز الميل يا عم. سهل. مش الميل اجيبه ازاي؟ عن طريق الصاد على السين. يبقى سالب 3 على 4. فين بقى اللي موجود ده؟ اهو سالب 3 على 4، الاختيار د. حلو والله، حلو. يلا السؤال اللي بعديه بيقول لك اذا كان ب بكذا وج بكذا وكانت ا، ايوه، تقع في ثلث المسافه من ب الى ج. ثلث المسافه. يعني انت دلوقتي لو عايز تفهمها هبصمجها لك واقول لك ازاي تجاوب بسرعه. انت معاك ب ج اهو، البي اهو والجيم اهو. الف بقى تقع فين؟ ثلث المسافه من ب الى ج. ثلث المسافه يعني ثلث المسافه بالبلدي يعني، دي الف. ثلث المسافه، نص المسافه هنا، دي ثلث المسافه هنا، وليكن يعني. ثلث المسافه دي معناها ايه يا شباب؟ بصوا بقى عشان تبقى فاهم الحته دي في الرياضه. ثلث المسافه يعني انت قلت ثلث يعني 1 على 3، صح؟ انت اكيد عارف حاجه زي كده، سواء انت بقى بتحب الرياضه ما بتحبش رياضه، فاهم رياضه مش فاهم رياضه. ثلث يعني انت ايه يا جماعه؟ 1 على 3. طيب المقام بكام؟ 3. ده معناه ان القطعه المستقيمه دي اتقسمت لثلاث اجزاء قد بعض، بس انت خدت جزء منهم واحد، فدول 3. يبقى لك كام جزء؟ جزئين. فالنسبه بتاعتك هتبقى 1/2 من جهه ب الى ج. يعني ا بتقسم ب ج بنسبه 1/2، او ا بتقسم ج ب بنسبه 2/1. ده اللي يهمك. بس هو جه قال لك من ب الى ج، هو بقى عايز يعرف النقطه ا دي. طيب يعني عايز نقطه التقسيم. ازاي كنت بجاوب نقطه التقسيم؟ هو قال لك اول حاجه ب، بصمك بقى. الب عباره عن كام وكام؟
الب الاولى وبعد كده الجيم على فكره. ماشي. الب عباره عن كام وكام؟ صفر و3. تمام، اكتب صفر وابعد شويه واكتب 3. الجيم عباره عن كام وكام؟ 3، ابعد شويه واكتب صفر. طيب هنا بحط النسبه. انت قلت من ب الى ج يبقى 1 الى 2، يبقى 1 الى 2. طيب دي الخطوات الثابته في اي سؤال في نقطه التقسيم، وهنشوفها تاني على مثال تاني. بس تركز معايا ان هي انت يهمك تطلع النسبه صح. لو انا قلت لك تلت المسافه يبقى 1 الى 2، تلتين المسافه يبقى 2 الى 1. انت بتنقص واحد من المقام، بتطرحهم من بعض. انا بقول لك دايما اعملها بالطريقه دي، والله الفهم بيريح. بلاش تبصمج نسب، البصمجه بتاعت النسب وحشه، عشان كلمه واحده تبوظ لك الدنيا. فالاحسن انت تفهمها زي ما انا بقول لك كده. المهم يعني انا عايز نقطه التقسيم، نقطه التقسيم انا عندي اسمها الف، فانا عايز الالف عموما يعني. طيب النقطه دي يا جماعه يعني زوج مرتب، فانا هعمل زوج مرتب بس اوسعه شويه. بص بقى انا بجيبه ازاي. مقص يمين زائد مقص شمال على مجموع النسبتين. تعالى تعالى تعالى. مقص يمين صفر في 2 بكام؟ بصفر. زائد مقص شمال 1 في 3 بكام؟ ب3. على مجموع النسبتين يعني 1 زائد 2 بكام؟ ب3. تعالى تعالى ما تخافش ما تعيطش يا عم، اهو مقص يمين 1 في صفر بصفر. زائد مقص شمال 2 في 3 ب6. على مجموع النسبتين 1 و2 يبقوا برضو كام؟ 3. طيب بص بقى النقطة أ هتبقى عبارة عن إيه؟ النقطة أ عبارة عن 3 على 3 فيها الواحد، 6 على 3 فيها الاتنين. فدي نقطة التقسيم اللي أنا بسميها أ. خلي بالك التقسيم ده لو كان من الخارج، يعني النقطة دي مش جوه ب ج، لا دي بره ب ج، فأنت هتغير إشارة النسبة، هتغير واحدة منهم، اللي فوق يا اللي تحت، اللي يريحك، وده هنشوفه برضو. كل حاجة هنشوفها لا تقلق. يبقى دي نقطة التقسيم اللي هي عبارة عن 1 و2، يبقى الألف كام؟ 1 و2، وهو الاختيار أ. طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعديه. النقطة التي تقع في 2 على 5 المسافة من أ إلى ب. طيب حيث أ بكذا وب بكذا. أنا هطلع لك النسبة بصمجة، مع إني قلت لك بلاش، بس هطلعها لك بصمجة. أنت عايز نقطة التقسيم اللي بتقع في 2 على 5 المسافة من أ إلى ب، يعني أ الأولى وبعد كده ب الثانية. طيب الألف عبارة عن كام وكام؟ 3، ابعد شوية سالب 2. الب عبارة عن كام وكام؟ سالب 1، ابعد شوية بعد كده 5. النسبة قال لك تقع في 2 على 5 المسافة. 2 على 5 يبقى النسبة دي هتبقى 2 إلى، اطرح 5 ناقص 2 هيطلع لك 3. فالنسبة 2 إلى 3 حرفيا. طب عايز تفهمها انت طالب بقى، عايز تفهم يا عم، فكك من البصمجة دي. انا معايا أ ب اهو. معايا أ ومعايا ب. النقطة اللي انت عايز تجيبها تقع في 2 على 5 المسافة. المقام هنا بكام؟ ب5. يعني انت كده مقسم القطعة المستقيمة دي ل5 أجزاء. اهو 1 2 3 4 5. فهي تقع واخده جزئين من الخمس اجزاء. فجزء الثاني النقطه اهي، النقطه اهي. فهي واخده كام جزء؟ تعالى نسمي النقطه دي ج. واخده جزئين. طب اتبقى لك هنا كام جزء؟ 1 2 3، يعني 3 اجزاء. بس كده. طيب انا عايز اجيب النقطه دي بقى، انا قلت اسمي النقطه دي ج. قلنا نعمل ايه؟ النقطه دي يعني زوج مرتب. طيب فاعمل كده. بعد كده اقول له ايه؟ مقص يمين 3 في 3 ب9، زائد مقص شمال 2 في سالب 1 بسالب 2، على مجموع النسبيتين 2 زائد 3 5. طب يلا يلا يلا. مقص يمين 2 في 5 بكام؟ ب10، زائد مقص شمال سالب 2 في 3 بسالب 6، على مجموع النسبيتين 2 و3 يبقوا كام؟ 5. فاقدر اقول له ان الجيم دي اللي هي نقطة التقسيم، اقول له 9 ناقص 2 7 على 5، وهنا 10 ناقص 6 4 على 5. بس كده يا قلبي، بس كده يا حبيب قلبي. دي كده نقطة الايه؟ التقسيم. كده الموضوع خلص يعني؟ خلاص جبت النقطة. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك انا معايا أ بكذا وب بكذا، وقال لك ان متجه أ بيوازي متجه ب. حبيب قلبي، لو متجه بيوازي متجه يعني الميل بيساوي الميل. لو متجه عمودي على المتجه يبقى ميل الاولاني لو ضربته في ميل التاني هيطلع لي -1. توازي او عمودي يقصد به الميل يا صديقي. شوف انا عمال بقولها بقالك قد ايه، يعني بص الموضوع ماشي ازاي يا جماعه. يوازي ميل، عمودي ميل، يوازي او عمودي ميل. قشطه قشطه. اتفاق اتفاق رجاله. ماشي. يلا هروح اجيب الميل هنا. مش ده متجه؟ ايوه. كنا بنجيب الميل ازاي؟ الصاد على السين يبقى 2 على م ناقص 1. حلو. طب هنا مش ده متجه؟ الميل كنا بنجيبه ازاي؟ الصاد على السين -4 على 3. حلو حلو حلو. مش هو قال لي بيوازي؟ يبقى بيساوي بعض، الميل بيساوي الميل. فاقدر اقول له ان 2 على م ناقص 1 هيساوي -4 على 3.
بس كده. طيب هعمل ايه هنا؟ لو عايز ده كده فانت ممكن تعمل ابو عينين على ابو عين واحده. يعني اقدر اقول له ان الميم ناقص واحد هتساوي 2 في 3 ب6 على ابو عين واحده اللي هو سالب 4. تمام تمام تمام. طيب يبقى الميل ناقص واحد او الميم ناقص واحد قصدي 6 على سالب 4 سالب 3 على 2 على الآلة يا عم، مش عيب يعني. واودي السالب واحد الناحيه الثانيه موجب واحد، فده ما بقاش موجود. انا كل ده عايز اطلع الميم، ما هو عايز يعرف الميم بكام. فاروح اقول له الميم عباره عن سالب 3 على 2 زائد واحد يعني سالب نص على الآلة برضو مش عيب. يبقى الميل بكام يا جماعه؟ بسالب نص، وهو الاختيار اختيار الف. طيب حلو حلو. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك انا عايز قياس الزاويه المحصوره بين المستقيمين دول. اول حاجه بصمجه، لقيت س بتساوي ص بتساوي، يعني اكن محور السينات ومحور الصادات الزاويه ما بينهم كام؟ 90. فالزاويه المحصوره ما بين المستقيمين ب 90. انا عايز افهم، تعالى افهمك. السين بتساوي واحد، يعني هتيجي عند السينات بواحد، امسح بقى دي كده. هتيجي عند السينات بواحد، تمام، وتقوم شادد خط كده. الصاد بيساوي 2، هتيجي عند الصادات ب2 وتقوم شادد خط كده. فده المستقيم الاول وده المستقيم الثاني، برضو الزاويه ما بينهم 90، لان ده راسي وده افقي متعامدان، يعني الزاويه ما بينهم كام يا شباب؟ 90 يا صديقي. طيب خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك العمودي على المستقيم ده يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها كام؟ هو عايز ده ولا العمودي عليه؟ العمودي عليه. طيب ده اليه، تعرف تجيب اليه العموديه؟ عباره عن ايه؟ بدل، يبقى جذر 3 و1. غير الاشاره، لو في سالب شيله، لو مفيش سالب حط، يعني غير الاشاره. طيب. طب يا مستر، طب ما انا ممكن اغير الاشاره، سالب جذر 3 سيبها سالب جذر 3، والموجب واحد اخليها سالب واحد. هي يا صديقي، ما انت عايز زاويه، ولو عايز زاويه يبقى عايز الميل، لان ذا الزاويه بتساوي الميل. فالميل عباره عن الصاد على السين، فانت لو بسالب وده بسالب، سالب على السالب بموجب. المهم غير وشوف اللي انت عايزه. كلتا الاجابات اللي حضرتك هتقولها اللي انا عارفها هتطلع هي. طيب الصاد على السين يعني واحد على جذر 3. ده الميل اللي هو ذا الزاويه، ما هو عايز الزاويه، يبقى شفت تاني الرقم ده هيطلع لك الزاويه على طول. هيطلع لك كام يا شباب؟ 30. يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 30. والله اسئله جامده قوي وسهله قوي. ماشي يا صديقي، اوعى تتعب اوعى تتعب. احنا متفقين اتفاق رجاله في اول الحصه، عايزين نظبط الدنيا، تركز معايا في كل سؤال. وقف الفيديو لو تعبت، اعمل لك كوبايه شاي بسرعه كده، وبعد كده تعالى كمل معايا حل، ما تكونش بتتفرج عليها وخلاص. طيب هو بيقول لي ميل المستقيم ده بيساوي ايه؟ يا عمي احنا قلنا الميل لو معايا معادله زي كده، سالب معامل س اللي هو 2 على معامل ص اللي هو 5، يبقى سالب 2 على 5. سلام عليكم. وعليكم السلام. هنا بيقول لك اذا كان المستقيم دوت يصنع مع محوري الاحداثيات مثلثا مساحه سطحه بتسعة. بص بقى، فاكر القانون اللي انا قلت لك ازاي اكون معادله المستقيم بدلاله الاجزاء المقطوعه؟ كان عباره عن ايه؟ س على ا زائد ص على ب. حلو، كل ده بيساوي واحد. ماشي. لو طلبت منك مساحه المثلث فهتقول لي ده عباره عن نص في قيمه مطلقه ا في ب. تاني مساحه المثلث عباره عن ايه؟ نص في قيمه مطلقه ا في ب. ايه الف ده؟ الجزء المقطوع من محور السينات. طب ايه ب ده؟ الجزء المقطوع من محور الصادات. طب ايه ده؟ مساحه المثلث. نص في قيمه مطلقه ا ب. ولماذا قيمه مطلقه؟ عشان ما تنساهاش، لان مفيش مساحه بالسالب. افرض الالف ده بالسالب، فسالب في موجب بسالب، مفيش مساحه بالسالب. المهم هروح اقول له نص في قيمه مطلقه الف اللي هو اللي تحت السينات اللي هو 6، في ب اللي هو تحت الصادات اللي هو عايز يعرفها اصلا. 6 في ب يعني 6 ب. ده كده لو المفروض عملته كان بيطلع لي مساحه المثلث. طب ما هو قال لي ان مساحه المثلث 9 وحدات مربعه بس كده. معادله وحلها. بص بقى، اولا انا عايز اطير النص فاضرب هنا في 2، طالما ضربت هنا في 2 يبقى اضرب هنا في 2. طيب الاثنين هتطير النص، هيبقى لي 6 ب هتساوي، ما تنساش القيمه المطلقه دلوقتي، 9 في 2 ب 18. طيب عايز تشيل القيمه المطلقه هتحط موجب او سالب، دي حاجه معروفه. طيب هروح اقول له ان ال6 ب هتساوي موجب او سالب كام بقى؟ ال 18. طب انا عايز الب يا مستر، قال لك هتقسم هنا على ال6 وهتقسم هنا على ال6. طيب 6 على ال6 هتطيروا، هيبقى لي الب عباره عن موجب او سالب. 18 على ال6 فيها كام؟ ال3. فالب هتبقى عباره عن موجب او سالب 3. اين هي بقى؟ اهو. بس سؤال جامد قوي ومعلومه مهمه قوي. طيب
تعال نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك انا عايز معادله الخط المستقيم المر بالنقطتين دول. لو ركزت معايا خليك صايع بقى. صايع ازاي؟ النقطه دي فيها سينات بس، النقطه دي فيها صادات بس. يعني هسألك سؤال وجاوبني بصراحة بمنتهى الحرية ليك. يعني الجزء المقطوع من محور السينات هنا، هتقول لي هنا في النقطة دي الجزء المقطوع من محور السينات 3، يبقى الألف ب3. ما هو الألف يعني الجزء المقطوع من محور السينات. طب هنا طب مين اللي قال لك إن هو يقطع محور السينات؟ لأن مفيش صادات. يا جماعة طالما الصادات بصفر يبقى الجزء المقطوع من محور السينات ب3. طالما السينات بصفر يبقى الجزء المقطوع من محور الصادات بسالب 2. يعني الب بكام؟ بسالب 2. بس انا ببقى عايز الجزء الموجب، فهخليها موجب 2. لا انت مش بمزاجك، سالب 2 يبقى سالب 2، بلاش فاتي. طيب يبقى ده يعتبر الجزء المقطوع من محور الصادات عشان السين بصفر، وده يعتبر الجزء المقطوع من محور السينات عشان الصاد بصفر. بس غير كده لو انا جبت لك 3 و2 ما تقوليش الجزء المقطوع من محور السينات ب3. هو اصلا ما قطعش محور السينات لان الصادات مش بصفر. افهمك لو انت عايز تفهمها. يعني مثلا النقطة 3 و2 هتيجي عند السينات ب3 والصادات ب2، فالنقطة هتبقى هنا. هل النقطة دي قطعت السينات؟ لا. قطعت الصادات؟ لا. فبالتالي مفيش أجزاء مقطوعة. إنما التلاتة وصفر، 3 في السينات وصفر في الصادات، فهتلاقيها على محور السينات. فالجزء المقطوع من محور السينات بكام؟ ب3. ما فهمتش، ما فهمش، ما خبرش، فكك فكك. اعمل كده زي ما أنا بقول لك وخلاص. ماشي. معادلة المستقيم عبارة عن إيه؟ س على الألف زائد ص على ب. البي اللي هي كام؟ -2. كل ده بيساوي 1. كل اللي عليك تعمله بس ان ده السالب، سالب في موجب بايه؟ بسالب. كونت المعادله في ثانيه والاجابه بقت سهله. س على 3 ناقص ص على 2 بيساوي 1. س على 3 ناقص ص على 2 بيساوي 1. هذا هو الاختيار يا صديقي، هذا هو الاختيار. ماشي. خش على السؤال اللي بعديه. بيقول لك طول العمود المرسوم من النقطه دي الى المستقيم ده بيساوي كام؟ طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم. ما هو القانون يا مستر؟ قال لك اولا لازم يبقى معاك النقطه بس الاول. هل انت معاك النقطه؟ قال لك النقطه عباره عن 3 و1. طيب طب هل انت معاك المستقيم ده؟ معايا معادلته اهي. كام؟ 4 س زائد 3 ص ناقص 5 بيساوي 0. وكل حاجه جاهزه هنا، لان انت لازم يبقى معاك الصوره العامه لمعادله المستقيم. يعني لو معاك صوره متجهه هتروح تجيب منها الصوره العامه وتكتب الصوره العامه. طب لو معاك المعادلتان الوسيطيتان او البارامتريتان، برضو هروح اجيب الصوره العامه واكتب الصوره العامه. لان طول العمود المرسوم، بص القانون بقى، شرطة كسر مقياس على جذر. طول العمود عباره عن ايه؟ شرطة كسر مقياس على جذر. جوه المقياس بحط الصوره العامه للمستقيم اللي هي عباره عن ايه؟ 4 س زائد 3 ص ناقص 5. بالله عليك ما اسمعش حد يقول لي بيساوي 0. بيساوي 0 يا ابني، احنا عايزين نحسب. طيب كل ده على الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع، اللي هو الناس بيقولوها الف تربيع زائد ب تربيع. انا ما بحبش اقولها كده، بقول السين تربيع يعني الرقم اللي جنب السين تربيع، الصاد تربيع يعني الرقم اللي جنب الصاد تربيع. يا مستر ده اسمه طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم، وكل اللي حضرتك استخدمته في القانون عباره عن المعادله بس. طب فين النقطة؟ لازمتها ايه؟ يا لما النقطة عبارة عن ايه؟ س وص. طب انت بتقولها من لاجل ايه؟ ايوه فعلا النقطة س وص. فالسين بكام؟ هتقول لي ب3 والصاد بكام؟ ب1. طب ما انت معاك هنا السين هتشيلها وتحط 3 وتشيل الصاد وتحط 1 بس. ده طول العمود اللي انا بسميه لام من نقطة إلى مستقيم. يبقى اللام بتساوي بقى، يلا بينا يلا بينا يا مستر نحسب بقى نحسب بقى. 3 في 4 ب 12. 12 اهي يا عم. زائد 3 في 1 ب3 ناقص الخمسة. 12 زائد 3 15 ناقص 5 ب 10. القيمة المطلقة ملهاش لازمة، ما هو الرقم بالموجب. طيب على جذر الكلام ده يطلع معايا 5. يبقى اللام بتساوي 10 على 5 فيها الاتنين، يبقى طول العمود المرسوم من نقطة إلى مستقيم 2، فأقول له 2 وحدة طول. طب يا مستر ما تريح الجمجمة وما تقرفناش معاك، اعمل ده على الآلة. يا عم أنا آسف، اعملها على الآلة هيطلع معاك كام؟ 2 برضه. يلا بينا يلا بينا. قال لك انا عايز البعد بين المستقيمين دول بيساوي كام؟ الله. يعني انا معايا مستقيم ومعايا مستقيم تاني. انا عايز بقى البعد بين المستقيمين، يعني المسافة من اول هنا لحد هنا. بعد يا جماعة يعني ارتفاع، والارتفاع بيبقى عمودي.
يعني بالله عليك انت دلوقتي عندك السقف في الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي. لو انت عايز تشوف ارتفاع السقف عن الارض، هتجيب متر وتنزله عمودي، تطلعه لحد السقف وتنزله عمودي، ولا هتنزله مايل؟ لا اكيد هنزله عمودي. فالبعد دايما عمودي يا شباب، دي حاجه بديهيه جدا. مستر احنا لسه واخدين من شويه طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم، انما ده من مستقيم الى مستقيم. انا ما عنديش الكلام ده. ما عندكش الكلام ده؟ اه. فانا هعمل ايه؟ هتقولي مثلا هكتب المعادله دي تحت: 3 س ناقص 4 ص زائد 10 كل ده بيساوي صفر. المفروض المستقيم ده هنا، انا مش عايز المستقيم، انا عايز نقطه منه. نقطه من المستقيم. طب اجيب نقطه ازاي؟ قال لك لو معاك معادله زي كده وعايز تجيب نقطه على المستقيم، ما هو ده المستقيم ودي معادلته. انا عايز اجيب نقطه لان انا بعرف اجيب طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم. طب اجيب النقطه دي ازاي؟ قال لك بحركه بسيطه جدا. ايه هي؟ قال لك عن طريق ان احنا هنعوض عن السين باي رقم ونطلع قيمه الصاد، او نفرض الصاد باي رقم ونطلع قيمه السين. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ممكن اجي اقول لك انا هعوض عن السين بصفر. طيب تعرف تطلع لي الصاد؟ هتقول لي صفر في اي حاجه بصفر. هيبقى لك سالب 4 صاد زائد 20 بيساوي صفر. فتعرف تطلع الصاد، فيبقى طلعت نقطه. هو لازم صفر؟ لا، ممكن يبقى واحد، ممكن اتنين، تلاته. عوض عن السين باي رقم وطلع قيمه الصاد من المعادله، او عوض عن الصاد باي رقم وطلع قيمه السين من المعادله. هيطلع معاك نقطه على المستقيم. المستقيم ده عليه عدد لا نهائي من النقط، اي نقطه هتطلع صح وهتطلع الاجابه صح، لا تقلق. المهم انا اعوض عن السين بصفر عشان الصفر ده هيطير لي الحرف كله فاريح الجمجمه. طيب هيبقى لي سالب 4 ص زائد 20 بيساوي صفر. اودي موجب 20 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره سالب 20. فاقدر اقول له سالب 4 ص، حلو، كل ده بيساوي سالب 20. كلام جميل. طب هنا عايز الصاد، قال لك اقسم هنا على السالب 4 واقسم هنا على السالب 4. طيب دول طاروا مع بعض، هقول له الصاد بيساوي سالب على السالب بموجب 20 على 4 فيها الخمسة، يبقى الصاد بكام يا جماعه؟ بخمسة. فالنقطه صفر وخمسة بس. انا كده جاهز بقى اللي انا اشتغل بنفس الطريقه اللي انا قلتها لك من شويه، اللي هو ايه؟ طول العمود المرسوم اللي هو اللام بقى من نقطه الى مستقيم. ما انا لو جبت طول العمود ده، ما هو طول المسافه بين المستقيمين. ما تبقاش بقى قافل دماغك كده. يبقى اللام عباره عن ايه؟ شرطة كسر مقياس على جذر. طيب جوه المقياس بحط الصوره العامه لمعادله المستقيم اللي هي عباره عن ايه؟ 3 س ناقص 4 ص زائد 10. طيب على الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع. الاقي حد يكتب لي كده التربيع كده؟ يا عم ده فيه سالب، لازم تحط ما بين قوسين كده تربيع. طب النقطة الأول س والتاني ص، السين بصفر والصاد بخمسة. بس هشيل السين وأحط مكانها صفر، أشيل الصاد وأحط مكانها خمسة. تعالى نعملها المرة دي على الآلة مرة واحدة. يلا يلا يا عم. هعمل كده وأقول له إيه؟ أنا عايز أعمل شرطة كسر. هنا جواه مقياس شيفت اتش واي بي. هقول له 3 في صفر بصفر، مش لازم أكتبها. سالب 4 في 5، يبقى سالب 4 في 5 اللي هي ب 20 يعني، بس هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. زائد ال 10 زائد ال 10 كل ده على الجذر التربيعي ل 3 تربيع زائد، اقول له افتح قوس سالب 4 اقفل القوس تربيع. كل ده هيساوي كام يا شباب؟ 2. يبقى طول العمود او البعد بين المستقيمين بكام؟ ب 2. فاختار 2 يا قلبي. سؤال جامد سهل، والمصحف سهل، نفس السؤال اللي احنا حليناه من شويه، بس الفرق ان انت هتجيب نقطه بس، هي دي الفكره. خش على السؤال اللي بعده. قال لك طول العمود النازل من النقطه دي الى محور الصادات. لو عايز طول العمود المرسوم من نقطه الى محور الصادات يبقى قيمه مطلقه للسين. طب لو الى محور السينات يبقى قيمه مطلقه للصاد. انا عايز طول العمود المرسوم من نقطه الى محور الصادات يبقى قيمه مطلقه للسين. قيمه مطلقه للسين بكام؟ بسالب واحد يعني. بس قيمه مطلقه، ما هو مفيش طول بالسالب. قيمه مطلقه هتطير السالب فاكتب واحد، فاختار الواحد. بس كده يا قلبي. طول العمود المرسوم من نقطه الى محور الصادات قيمه مطلقه للسين، والعكس في التاكس. يلا بينا خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ا ب ج د مربع فيه ا بكذا. طب ما تيجي نرسم مربع كده، تعال نرسم مربع يا عم نشوف الكلام بس داير على ايه عشان بس نبقى الدنيا رايقه معانا. طيب قال لك ا ب ج د مربع. قال لك النقطه ا عباره عن كام وكام؟ 2 وسالب 3. حلو قوي الكلام ده. قال لك معادله ج د ده مستقيم اهو. عباره عن ايه بقى المعادله دي؟ 3 س ناقص 4 ص زائد 2 كل ده بيساوي صفر.
طيب هو عايز مساحه المربع. ايه ده يا مستر؟ ازاي اجيب مساحه المربع؟ يعني انت دلوقتي في دماغك كده، هو مساحه المربع عباره عن ايه؟ بص، مساحه المربع عباره عن طول الضلع في نفسه، او نص حاصل ضرب طوله قطريه. طب الفكره دي في السؤال ده ازاي اتعامل معاه؟ ايه علاقه ان انا مديك معادله مستقيم؟ ايه علاقه ان انا مديك معادله مستقيم ومن خلاله هتجيب مساحه المربع؟ اقسم بالله سؤال جامد، سؤال جامد قوي. بص يا صديقي، مش ده مستقيم؟ اه. وهو مديك النقطه دي؟ ايوه. فانا لو جبت طول العمود المرسوم من النقطه الى المستقيم ده، لو انا جبت طول العمود المرسوم من النقطه الى المستقيم ده، هقدر اجيب المسافه او الضلع ده اللي اسمه ا د. وليه قلت طول عمود؟ لان كل الاضلاع او كل الزوايا قصدي في المربع متساويه، قائمه ومتساويه يعني. طيب، فالضلع ده لو جبته طلع معايا باتنين، يبقى ده باتنين، يبقى ده باتنين، يبقى ده باتنين. الله ينور عليك، يخرب بيت الجمدان يا جدع. يعني انا دلوقتي لو جبت طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم اللي هو ا د يعني، هعرف اطلع طول ضلع المربع. ولو طلعت طول ضلع المربع هعرف اجيب المساحه. يعني ده البعد او طول العمود المرسوم من نقطه الى مستقيم. اللي هو ايه بقى؟ اروح اقول له الالف د اللي هو اللام يعني، شرطه كسر مقياس على جذر. كله نفس الكلام، بس الفكره افهم. جوه المقياس هكتب المعادله 3 س ناقص 4 ص زائد 2 ماشي، على الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع. طيب، وبعدين السين بكام؟ ب2 والصاد بسالب 3، يبقى السين ب2 والصاد بسالب 3. بس يا عم هنعرف نطلع الف د على طول بالاله يا عم. يلا يا عم بالاله اهو، بالاله اهو. هعمل ايه؟ كل حاجه مكتوبه. اعمل برده تاني شرطه كسر عادي مش مشكله، شيفت اتش واي بي، شرطه كسر شيفت اتش واي بي. طب وبعد كده 3 في 2، طيب كمل، ناقص 4 في سالب 3. حلو، كل ده زائد 2 على جذر 3 تربيع زائد افتح قوس اكتب سالب 4 اقفل القوس تربيع. الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 4. يعني طول ا د ب4. يبقى مساحة المربع طول الضلع في نفسه 4 في 4 بكام؟ ب 16. سؤال جامد، افهمه. جه ما جاش افهمه، صدقني هيريحك في اسئله كتير قوي. يلا، هنا بيقول لك ايه؟ قياس الزاويه بين المتجهين دول بيساوي كام؟ عشان اجيب الزاويه فبقول له ان القانون عباره عن ظاهر بتساوي قيمه مطلقه شرطه كسر ميل الاول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الاول في ميل التاني. طيب، انا عايز اجيب ميل الاول وميل التاني. خلي بالك المتجه ا ده عباره عن س وصاد. السينات بكام؟ 3 في السينات يبقى 3 3 3. جذر 3 في الصادات يبقى جذر 3 في الصادات. طيب، الب عباره عن متجه برضو، ايوه، سالب 4 في السينات. وخلي بالك مفيش صادات مكتوبه، يبقى الصادات بكام؟ بصفر. طب هنا هتعرف تطلع ميل الالف؟ ميل الالف اهو يا عم. عباره عن ايه؟ متجه يعني الصاد على السين جذر 3 على 3. طيب، الب ده متجه فتعرف تطلع ميل الب، اعرف اطلع ميل الب. طيب، عباره عن ايه؟ الصاد على السين صفر على اي حاجه بصفر. بس خلاص اعرف اجيب الزاويه يا عم. اروح اقول له ظاهر بتساوي قيمه مطلقه شرطه كسر. ماشي، اوعى تتعب مني، اوعى ركز. ميل الاول بكام؟ اللي هو ميل الالف يعني جذر 3 على 3. طيب، ناقص ميل التاني اللي هو بكام؟ صفر. عايز تكتب صفر اكتب، ومش عايز ما تكتبش حاجه، بس انا هكمل عادي. هقول له على 1 زائد ميل الاول بكام؟ اللي هو جذر 3 على 3. حاضر. في ميل التاني اللي هو صفر. طيب، الكلام ده حبيب قلبي ده فيه الكلام ده لو انت عملته على الاله هيطلع معاك 30. شيفت تاني الرقم ده يطلع معاك ان الزاويه 30. فالزاويه هنا هتبقى كام؟ 30 مش مكتوبه طبعا. هنروح نعملها على الاله عادي جدا. امسك الاله بتاعتي، هروح اعمل ايه؟ هقول له كده قيمه مطلقه واعمل شرطه كسر. هقول له جذر 3، ثانيه اقول له كده اعمل كسر تاني، جذر 3 على 3. طيب، وانزل تحت كده اقول له 1 طبعا ناقص صفر، بس يا عم اكتب ناقص صفر هريحك على 1 زائد جذر 3 على 3 في صفر. بس الكلام ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي الرقم ده. طيب، شيفت تام بقى الرقم اللي انا لسه مطلعه
هيطلع معايا ان الزاويه 30. قال لا، طب ما هو مفيش 30 يا مستر، المفروض الزاويه تبقى ب 30. ما هو مفيش 30 يا مستر، اعمل ايه يا مستر؟ بص يا صديقي بقى، دي الزاويه ب 30، بس خلي بالك، خلي بالك، اللي هو هنا المتجه أ ده موجب موجب يعني الربع الأول. المتجه ب ده عبارة عن إيه؟ سالب سالب بس، سالب بس، سالب بس. طب يعني الصادات بصفر؟ الصادات بصفر يعني تقع على محور السينات. طيب ده هيفيدني بإيه؟ هيفيدك إن أنت عايز تجيب الزاوية في الربع التاني. الربع التاني اشمعنى يعني؟ تعالى كده نركز مع بعض في الحتة ديت. أنا معايا ده صفر، ده 90، ده 180، ده 270، ده 360. هو المفروض الزاوية الطبيعية اللي هتطلع معاك دلوقتي المفروض يعني هتبقى 30. طب الزاوية 30 مش موجودة، خلاص اطرحها من 180. اطرحها من 180، فاقول له 180 ناقص ال 30 هيطلع لي كام؟ 150. اشمعنى اطرحها من 180؟ لان هنا يا جماعة المتجه ب ده عبارة عن ان السينات بسالبة، السينات سالبة والصادات بصفر. طالما الصادات بصفر يبقى على محور السينات. طب السينات الموجب ولا السينات السالب؟ لا السينات السالب، فهنا ب 180. ف 180 ناقص ال 30 هيطلع لي 150، يبقى الزاويه بكام؟ ب 150. والسؤال ده برضه هرد عليكم فيه في الكومنتات، هعمل لكم كومنت كده مثبت عشان بس اشوف السؤال ده فيه غلطه ولا لا. يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. طول العمود المرسوم من نقطه الاصل على المستقيم ده يساوي كام وحده طول؟ طول العمود المرسوم من نقطه الاصل يا عم النقطه اهي والمستقيم اهو، تمام. طول العمودي بكتب هنا الصورة العامة لمعادلة المستقيم. طبعا مرسوم من نقطة الأصل يبقى صفر وصفر، تمام. إلى المستقيم ده، بس أنا عايز الصورة العامة للمستقيم. إزاي أكون الصورة العامة؟ يبقى معاك النقطة والميل. طب النقطة عبارة عن 5 وصفر، دي النقطة. طيب والميل عبارة عن إيه؟ قال لك الميل عبارة عن الصاد على السين، يعني التلاتة على الأربعة. طيب ازاي اجيب بقى المعادله؟ قال لك صاد ناقص صاد النقطه على س ناقص س النقطه، كل ده هيساوي الميل اللي هي 3 على 4. واعمل مقصات يا قلبي. يبقى 3 في السين ب 3 س ناقص 3 في 5 15، اقول له بيساوي 4 في الصاد ب 4 صاد. طبعا ما تقوليش 4 في صفر، الصفر اصلا ملوش لازمه خلاص. هودي ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الصوره العامه عبارة عن 3 س موجب 4 ص الناحية التانية سالب 4 ص ناقص 15، كل ده بيساوي صفر. بس هات طول العمود ده بقى. طول العمود بجيبه ازاي يا هندسة؟ قال لك شرطة كسر مقياس على جذر. اكتب جوه المقياس الصورة العامة اللي هو عبارة عن ال 3 س ناقص ال 4 ص ناقص ال 15، كل ده على الجذر التربيعي للسين تربيع زائد الصاد تربيع. طيب السين بصفر والصاد بصفر هو اللي قال، يبقى لي قيمه مطلقه سالب 15 يعني 15. والله عملت الكلام ده على الاله طلع معايا 5، اعمل كل ده يطلع معايا 3 بس. او اعمل يا عم كل ده على الاله مره واحده يطلع معاك 3. يبقى طول العمود المرسوم من نقطه الاصل الى المستقيم ده ب3 بس كده. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. يلا هانت هانت، خلاص قربنا نخلص، اسئله كويسه بس نظبط لك الدنيا. قال لك معادله المستقيم اللي بيمر بالنقطه دي ويوازي محور السينات. اول لما اقول لك معادله المستقيم اللي بيمر بنقطه ويوازي محور، معادله المستقيم اللي بيمر بنقطه ويوازي محور، هو قال لك محور السينات يبقى اقول له الصاد بتساوي واخد قيمه الصادات. طب لو كان بيوازي محور الصادات يبقى السين بتساوي واخد قيمه السينات. انما هنا قال لك يوازي محور السينات، فاخد اقول له الصاد بيساوي واخد قيمه الصادات. طب في صاد بتساوي سالب 3؟ لا ده كلها بصفر، فاودي السالب 3 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى صاد زائد 3. ايوه كل ده بصفر. انهي اختيار؟ الاختيار ب. بس كده يا صديقي. طب يلا بينا نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك انا عايز المعادله المتجهه للمستقيم ده. يا عم انا عشان اجيب المعادله المتجهه محتاج النقطه واليه. النقطه اقدر اجيبها، تقدر تجيب اي نقطه على المستقيم ده. فتعالى نتخيل مثلا، نتخيل حاجه بسيطه جدا. انا هجرب ان النقطه مثلا تبقى هنا السين بواحد، خلينا نقول بصفر، خلينا نقول بصفر. طيب تعالى نقول كده ان السينات دي بصفر. طب يبقى انا اعوض هنا عن السينات بصفر زي ما احنا اتفقنا. تعرف تجيب لي الصادات؟ اعرف اجيب لك الصادات. الصادات عباره عن ايه؟ قال لك يا مستر خلاص السين بصفر، يبقى التلاتة صاد بتساوي 12، فتقدر تقسم هنا على التلاتة وتقسم هنا على التلاتة فتطلع قيمة الصاد، يبقى الصاد ب 12 على التلاتة فيها الأربعة. دي كده النقطة.
طيب ناقص لي الميل اللي هو المتجه. طيب الميل تجيبه ازاي؟ قال لك الميل عباره عن الميل عباره عن ايه؟ سالب معامل س على معامل ص، سالب معامل السين اللي هو 4 على معامل الصاد اللي هو 3. طب ما انا مش عايز الميل، انا عايز النقطه واليه. طب ما هو اليه هتقدر تجيبه من الميل ازاي؟ ما هو الميل عباره عن الصاد على السين يا صديقي، لا تنسى هذا. طيب فالسينات ب3 والصادات بسالب 4، فده النقطه وده ليه. طيب اكمل ازاي؟ قال لك بمنتهى اللطافه والشياكه، الر هتساوي ق زائد كاف ي اللي هي بكام؟ 3 وسالب 4. حبيب قلبي ممكن تلاقي نفس النقطة وممكن لا. أهم حاجة عشان تختار المعادلة الصح يبقى معاك نفس اليه، لأن النقطة دي أنت ممكن على فكرة أطلع لك نفس النقطة اللي مكتوبة دي، بس أنا مطلع نقطة تانية وده البديهي، إن أنت مثلا ما معكش اختيارات فهتعمل كده، ساعتها أعمل لك صح ونجمة. تقصد إن ده نفس الاختيار الصح اللي أنت هتختاره دلوقتي؟ انت هتختار بناء على اليه مش على النقطه، ما انا عندي عدد لا نهائي من النقط. طب اليه بكام؟ 3 وسالب 4. فين الوحيده اللي فيها 3 وسالب 4؟ اهي يا مستر. فين؟ ما هو دي 3 و4، دي سالب 3 و4. ما انت لو فاكر في السالب قلت لك يا بتكتبه هنا يا بتكتبه هنا، الاثنين واحد. فبالتالي يا شباب انا هختار الاختيار ج. تمام. تمام. طب عايز اجيب يا مستر نفس النقطه بعد اذنك، تعالى يا عم والله ما مزعلك في حاجه، بس اللي فهم خلاص ما يوجعش دماغه. قال لك انا ممكن اعمل حركه جامده قوي، انا ممكن اقسم المساله دي كلها على ال 12. اشمعنى؟ هقول لك. انا معايا السين اهو، 4 على ال 12 فيها 3 من تحت اللي هي التلت يعني، بس انا بقول لك 3 من تحت، زائد 3 على ال 12 ب4 من تحت او ربع، كل ده بيساوي 12 على ال 12 فيها كام؟ فيها الواحد. فاقدر اطلع النقطه السين دي عباره عن الجزء المقطوع من محور السينات، والصاد ده عباره عن الجزء المقطوع من محور الصادات. وهتعرف تكون المعادله بنفس الطريقه. بالله عليك خلاص مش عايزين ندوش دماغنا اكتر، صدقني دي احسن، دي احسن طريقه صدقني. تعالى بس نرجع الخطوات اللي احنا عملناها من شويه، عشان بس تبقى الدنيا رايقه. بس ده كده احسن حل صدقني. وساعتها انت بتختار بناء على اليه، لان انا ما عنديش نقطه واحده، انا عندي نقط كتير، وكمان ما عنديش يه واحده بس عندي يه كتير. بس اللي عليك دلوقتي في اولى ثانوي يه واحده. تمام. يلا بينا. تعال نخش على السؤال اللي بعديه. بيقول لك انا عايز اعرف النسبه التي يقسم بها محور الصادات ا ب. اوكي ا ب. النقطه الاولانيه اسمها ا. الالف دي عباره عن 2، ابعد شويه اكتب 5. الب عباره عن 6، ابعد شويه اكتب 7. هو عايز النسبه، النسبه كنا بنكتبها هنا، لا ده هو عايزها. طب اجيب النسبه ازاي؟ هفرضها لام وميم، ممكن س وصاد، ابراهيم وحميد، اللي انت عايزه يا حبيبي، اللي انت عايزه. بس هي في الكتاب المدرسه مكتوب لام وميم، فانا خلينا لام وميم وخلاص. طيب كنت بعمل ايه هنا؟ يعني كنت بكمل ازاي؟ كنت بكمل عشان اجيب نقطه التقسيم، تعال نسميها ج مثلا. نقطه التقسيم كنا بنجيبها ازاي؟ كنا بنقول مقص س م 2 في م ب2 م، زائد مقص شمال 6 في لام ب6 لام، على مجموع النسبتين يا صديقي يبقى على لام زائد م. طيب وهنا برضو نفس القصه، مقص يمين لام في 7 ب7 لام، زائد مقص شمال 5 في م ب5 م، على مجموع النسبتين يبقى على لام زائد م. حلو قوي الكلام ده. دي كده النقطه اللي هي نقطه التقسيم اللي انا كنت بجيبها. طيب طب يا مستر ده مجاهيل. ايوه ما انا عايز اللام والميم اصلا، النسبه انا عايز اعرف النسبه بكام. طيب هو جه قال لك النسبه التي يقسم بها محور الصادات، يعني محور الصادات هو اللي بيقسم دي، محور الصادات يبقى السين بيساوي 0. طب والصادات ما اعرفش. طب لو قال لي محور السينات يبقى الصاد ب0، انما السينات ما اعرفش. المهم ان دي نقطه التقسيم، دي النقطه اللي بتقسم ا ب، السينات بتاعتها بكام؟ ب0. يعني اكيد السينات دي برضو بكام؟ ب0. يعني همسك السينات دي اللي هي 2 م زائد 6 لام على لام زائد م، وهساويهم بالكام يا شباب؟ هساويهم بالصفر. صفر على يعتبر صفر على الواحد، ما عندوش مقام يبقى مقام واحد. اعمل مقصات، واحد في اي حاجه بيديني نفس الحاجه. طيب هقول له بيساوي صفر في اي حاجه بصفر. انا عايز ايه؟ عايز النسبه بين اللام والميم، يعني لام ميم. فانا هودي موجب 2 ميم الناحيه الثانيه سالب 2 ميم، او موجب 6 لام الناحيه الثانيه سالب 6 لام، اللي انت عايزه. يطلع لي ان 6 لام هتساوي سالب 2 ميم.
طيب انا عايز لام على ميم، يبقى ما ارجعش ايدي فاضيه اقول له سالب 2 على الستة، يبقى اقول له لام على ميم هيساوي سالب 2 على الستة. حلو قوي الكلام ده. طيب فاللام على ميم، تعال نكتبها حلوه هنا، اللام على ميم هتساوي سالب 2 على الستة، يبقى سالب 1 على التلاتة. حلاوتك حلاوتك حلاوتك. يبقى النسبة 1/3. يا مستر ده في سالب، ما هو السالب دي معناها من الخارج. من الخارج. النسبة لما تبقى سالبة يبقى التقسيم من الخارج، فالنسبة 1/3 من الخارج. تعالى كده نبعد الكلام ده سنة عشان يبان، عشان يبان بس مش أكتر. أهو يعني. طيب ده هدفك من السؤال ده. ده أول ما يقول لك محور الصادات يبقى السين بصفر، محور السينات يبقى الصاد بصفر، وتعامل عادي يا باشا، الموضوع بسيط جدا. طيب قال لك متجه اتجاه العمودي على المستقيم ده. مستر مستر دي معادلتان وسيطيتان او بارامتريتان. طيب بنتعامل معاها ازاي؟ قلت لك انت عايز تجيب متجه الاتجاه اللي هو اليه صح، بس العمودي. يا عم تعالى نجيب الاول اللي مش عمودي وبعد كده نجيب العمودي. مش احنا اتفقنا لما يكون معادلتان بارامتريتان اعرف اجيب الايه؟ قلنا الارقام اللي جنب الكاف. يعني هنا الرقم اللي جنب الكاف 2 في السينات يبقى 2 في السينات. الرقم اللي جنب الكاف مفيش يبقى سالب 1 في الصادات يبقى سالب 1 صادات. ده ليه؟ انا عايز يه العمودي. قلت لك يه العمودي بدل وغير الاشاره، 2 و1 يبقى 1 و2. غير الاشاره، لو في سالب خلاص ما تكتبوش كده، انا غيرت الاشاره. يبقى ليه عباره عن 1 و2. فين الواحد و2 اهو. بس كده. ده كده المتجه العمودي على المستقيم ده. طب يلا بينا ننط على السؤال اللي بعده. بيقول لي انا عايز الزاويه بين المستقيمين دول اللي ميلهم دول. طيب هتروح تعمل ايه؟ ظاهر بتساوي نفس الكلام لسه واخدينه من شويه على فكره. ها قيمه مطلقه شرطه كسر ميل الاول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الاول في ميل التاني. بس شيفت تاني، اعمل شيفت تاني، الكلام ده كله هيطلع لك ايرور. دي معناها ان الزاويه ب 90 يا صديقي. وانا ممكن اقولها لك بطريقه تانية. مش ده نص؟ وده سالب 2. يعني ده يعتبر 2 على الواحد صح؟ يعني انا كده شقلبت وغيرت الاشاره، بدل موجب سالب. فده ميل وده العمودي عليه. عمودي يعني الزاويه ما بينهم كام؟ 90. يا رب تكون فهمتني، لو ما فهمتنيش اعملها بالطريقه دي. يلا بينا ننط على السؤال اللي بعده. قال لك البعد العمودي بين المستقيمين دول. طيب شباب ركز معايا. انا اول لما يجيب لي معادلتين فيهم صادات بس او معادلتين فيهم سينات بس، فهتعمل حركه جامده قوي. هتطلع قيمه الصاد. هنا الصاد ب3، هنا الصاد بسالب 2. يعني هتودي اي حاجه تانية الناحيه التانية بعكس الاشاره. الصاد ب3 هنا موجب 2 الناحيه التانية بعكس الاشاره سالب 2. نبصمج. لو الاشارات مختلفه قال لك البعد عباره عن مجموع الرقمين. لو الاشارات مختلفه البعد عباره عن مجموع الرقمين. ماليش دعوه بالسالب، مفيش بعد بالسالب اصلا. امال السالب ده لازمته ايه؟ عشان يوضح لي هم نفس الاشاره ولا عكس الاشاره. يبقى لو ده موجب وده سالب، لو الاشارات مختلفه البعد عباره عن مجموع الرقمين. 2 و3 يبقوا 5. ده كلامي امتى؟ لما يبقى معادلتين فيهم صادات بس او معادلتين فيهم سينات بس. يعني جيت دلوقتي قلت لك السين بتساوي 5 والسين بتساوي 3، دي سينات بس. ايوه. يبقى الاشارات مختلفه ولا متشابهه؟ متشابهه. لو مختلفه البعد عباره عن مجموع الرقمين وبرده ماليش دعوه بالاشارات. طيب لو الاشارات متشابهه يا عم خلينا نقول -5 وسالب 3. لو الاشارات متشابهه زي كده فساعتها البعد عباره عن طرح الرقمين. وبالله عليك يا صديقي ماليش دعوه بالاشارات، ماليش دعوه بالاشارات. اطرح كده 5 ناقص 3 يطلع معاك 2 بس كده. حرفيا بس كده. يبقى اقول له البعد ساعتها ب2. وده سؤال من دماغي بس عشان تربط الدنيا. الكلام ده لو اديتك معادلتين فيهم سينات بس او معادلتين فيهم صادات بس، نفس الاشاره اطرح ومالكش دعوه بالاشارات، عكس الاشاره اجمع ومالكش دعوه بالاشارات برضه. طيب يلا. بيقول لك المستقيم اللي معادلته كده يكون متجه اتجاهه ايه؟ يا جماعه اول لما الاقي مستقيم بالمنظر ده الصاد لوحدها تماما ولا في رقم مضايقها ولا اي حاجه، واي حاجه تانية موجوده الناحيه التانية بعد اللي يساوي، ساعتها كنا بنقول ان الميل عباره عن معامل السين. الكلام ده خدناه في ثالثه اعدادي. يعني الميل هنا بكام يا شباب؟ ب3/4. ده الميل. وانا قلت لك لو معاك الميل وعايز تطلع متجه الاتجاه، فالميل المتجه الاتجاه عباره عن الصاد على السين اهو من الميل يعني. فالسين بكام؟ ب4. طب والصادات بكام؟ ب3. يبقى ده المتجه يا قلبي. حليناها كتير بقى. طيب كده دونت وري يا قلبي، امتحان الشهر بتاع فبراير
ها، في جيبك ثقة. انا خبطت على المايك. ثقة من حديد لا تقلق يا صديقي. لو وصلت معاه للنقطة دي صدقني امتحان فبراير، امتحان ابريل قصدي، في جيبك. ويعني ده وعد مني ليك. لو فهمت كل جزء انا قلته ان شاء الله امتحان شهر ابريل بالنسبة لك هيبقى الدنيا جميلة ورايقة فيه، وهتقفله ببساطة تامة. تمام. اتمنى ان انت اي حد في سنك تبعت له الفيديو ده. الفيديو ده معمول فيه مجهود جبار عشان حضرتك تستفاد منه او تستوعب منه الوحدة التانية كلها. بالتوفيق يا صديقي، واستنانا في مراجعة الجبر وحساب المثلثات، ويلا سلام.